السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثانوية في مصر كلها وبالذات طلاب البكالوريا. يعني أنا جاي هنا الأول في الفيديو ده لطلاب البكالوريا ثم طلاب سنة ثالثة ثانوي بكل أنواعهم بقى، عام وأزهر، حلو كده، حتى تانية ثانوي نظام قديم اللي كان مهمل فيما يخص جزء الإيه؟ جزء الفيزيكس. يعني ممكن طالب ثالثة ثانوي ما كانش بيذاكر في تانية كويس، او طالب تانية ثانوي ازهر او نظام قديم، طبعا الكورس ده يبقى مهم ليه. طب طالب البكالوريا هو ده الاساس بالنسبه لك، طب الكورس اللي فات اعمل فيه ايه؟ لو مهاراتك في الماث ضعيفه تشوف الكورس اللي فات اللي نزل اللي كان اسمه اساسيات الماثيماتكس، يفضل اصلا كل الطلبه تشوف الكورسين. طب الكورس ده بقى اللي انا هتكلم عليه دلوقتي ده خاص بايه؟ هذا الكورس خاص بمفاهيم فيزيائيه، حاجات المفروض انت كنت عديت عليها في اولى ثانوي، ولكن بما انك في اولى ثانوي بتاخد حاجه اسمها انتجريتد ساينس، فبالتالي ما عدتش عليك المفاهيم دي بتعمق. فهنعدي مع بعض على 7 توبكس او 8 توبكس هنتكلم فيهم على شويه حاجات في الفيزيكس نركز فيهم. يعني اذا هذا الكورس واخد طابع فيزيكس شويه، اما الكورس الاولاني كان بيتكلم على الماثيماتكس اللي هنحتاجه في الفيزيكس. تعال نقول بسم الله ونقول اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت ان شئت تجعل الحزن سهلا. نبدا في كورس البكالوريا اللي مخصوص معمول عشانهم، عشان نبدأ نأسس بعض المفاهيم الفيزيائية في مادة الفيزيكس بإذن الله تعالى، ونقول بسم الله. أول حاجة بقول لك إحنا محتاجين نأكد على أساسيات الفيزيكس. المفروض إن إحنا درسنا فيزيكس في سنة أولى بس خلاص ما بقتش تدرس، بقينا ندرس انتجريتد ساينس، فبالتالي المادة دي ما اتدرستش وأصبح في مفاهيم هتدخل سنة تانية هو معتمد إنك عارفها. وعلى فكرة بعض من المفاهيم دي أنت خدتها في إعدادي بس أكيد نسيتها، فإحنا هنعدي عليها دلوقتي. أول مفهوم منهم ما ينفعش نبدأ من غير ما نقول ايه هي مادة الفيزيكس وهي بتتعامل مع ايه. في الفيديو الاولاني اللي كان بيتكلم على كورس المعادلة الصعبة او اساسيات الماثيماتكس اللي بنستخدمها في الفيزيكس، عرفنا علم الفيزيكس انه علم بيهتم بدراسة الظواهر الكونية، مش شرط كون يعني وفضاء، الظواهر الطبيعية، كل حاجة بتحصل في حياتك بتدرسها مادة الفيزيكس. طيب بتفسرها بناء على ايه؟ بتقسم الفيزيكس الى فروع، كل فرع بيتعامل مع مجموعة من، اسمع بقى الجملة دي، الفيزيكال كوانتيتيز، كميات فيزيائية. اللي يبدأ يدرس الماس، واللي يبدأ يدرس الويت، واللي يبدأ يدرس الفورس، واللي يبدأ يدرس الالكتريك تشارج، واللي يبدأ يدرس الفيلوسيتي والاكسلريشن، نبدأ ندرس الكلام ده كله. وقال لك بقى بدأنا نميز كل ظاهرة ان احنا بنبص فيها على حاجتين. ايه الفيزيكال كوانتيتيز اللي احنا بنقيسها في الظاهره دي؟ يعني مثلا انا راجل بتاع ميكانيكس، حركه، هبدا اتكلم على ايه؟ على الفيلوسيتي، على الديسبيسمنت، على الفورس، صح، على الورك، على الكاينيتيك انرجي، صح. فبالتالي ايه اللي هيتم بقى؟ يبقى دول بالنسبه لي اسمهم فيزيكال كوانتيتيز، كميات فيزيائيه هقوم بدراستها. طيب لما تقوم بدراستها وتفهمها هتقيسها بايه؟ هقيسها وهيطلع ليها ارقام. طب الارقام دي هميزها بايه؟ هتميزها بميجرنج يونت. يعني على سبيل المثال انا راجل كمحمد عادل هبدا اجري، فانا كمحمد عندي ماس، حلو، دي اسمها فيزيكال كوانتيتي، يبقى انت هتدرس الماس بتاعتي. طب هتقيسها بايه؟ هتوقفني على الميزان وهتقيسها تطلع 70 ايه؟ 70 جنيه ولا 70 دولار ولا 70 بطيخه ولا 70 كيلو جرام؟ يبقى انت لازم تميزها. فقال لك بنفرق ما بين فيزيكال كوانتيتي وميجرنج يونت. الفيزيكال كوانتيتي هي الحاجه اللي احنا بندرسها، اما الميجرنج يونت دي الحاجه اللي احنا بعد ما ندرسها ونطلع لها ارقام ونقيسها بتميز الرقم ده. يعني على سبيل المثال تعالى نفهم الكلام ده. لو انا مثلا عاوز اقيس ماس، هجيب ميزان، هقف على الميزان، انت عاوز تقيس ايه؟ قال لك انا عاوز اقيس الماس، الفيزيكال كوانتيتي بتاعتك، يبقى دي اسمها فيزيكال كوانتيتي، الحاجه الفيزيائيه اللي عايزين نعمل لها ميجرمنت. طيب بعد ما قستني وقست الماس بتاعتي وقفت على الميزان اداك 70 ايه؟ كيلو جرام، يبقى الكيلو جرام دي اصبحت ميجرنج يونت. طب انا دلوقتي اميزهم ازاي لما ادخل في المنهج؟ دايما ما ياتي بعد الارقام يكون جدع ميجرنج يونت. 5 كيلو جرام، 5 سكند، 10 امبير، 10 فولت، 10 جنيه، 10 دولار، يبقى دايما الاسم اللي او الحاجه اللي بتيجي بعد رقم تبقى اسمها ميجرنج يونت. فلازم الانسان يفرق ما بين الفيزيكال كوانتيتي اللي هو هيقيسها واليونت بتاعتها اللي بتيجي بعد الرقم. زي الماس بتتقاس بالكيلوجرام، اللينث يتقاس بالمتر، التايم يتقاس بالسكند. مش بس كده،
الكلام ده اتقال في الكورس الاول، ولكن كمان يبقى في فرق في التعريف. يا نهار ابيض ازاي؟ اقول لك انا، بص يا سيدي، على سبيل المثال حضرتك درست قانون اسمه دينستي. تمام. طيب وبالتالي الدنسي كان بيساوي حاجه اسمها ماس اوفر فوليوم. ممتاز، انت راجل جميل ورائع. الدنسي هنا يتقال عليها ايه؟ ايوه، فين الاقلام؟ فين الاقلام؟ اهي. يتقال عليها دي حاجه عاوزين نقيسها، يتقال عليها فيزيكال كوانتيتي، كميه فيزيائيه عايزين نقيسها. صح، ممتاز. طب الماس ما برضه بنحاول نقيسها، يتقال عليها برضه فيزيكال كوانتيتي، والفوليوم يتقال عليها فيزيكال كوانتيتي. ممتاز. طب لما اجي اقيس الدنستي هتتقاس وهيطلع لها ارقام، يا ترى الارقام دي وحدتها تبقى ايه؟ قال لك الاول تعالى بس نفهم الماس كده، وحدتها تبقى ايه؟ تبقى مثلا بالكيلو جرام، اذا دي يتقال عليها ميجرنج يونت. والفوليوم متر كيوب، اذا ده يتقال عليه ميجرنج يونت. يبقى اليونت بتاعت الدنستي ايه؟ تبقى كيلو جرام لكل متر كيوب. يبقى دول يتقال عليهم ميجرنج يونت. حتى تيجي تقول ايه مثلا 5 كيلو جرام على 1 متر كيوب مثلا، فتطلع الدنستي 5 كيلو جرام لكل متر كيوب. يبقى دايما الميجرنج يونت بتيجي بعد رقم. كلام جميل. يبقى دي الخطوه الاولى، نميز ما بين الفيزيكال كوانتيتي، دي الحاجه اللي احنا عايزين نقراها او نقيسها. تمام. طب بتقيسوها ليه؟ عشان نعرف مين كبير ومين صغير، ونفهم الفيزيكس ماشيه ازاي. طب بعد ما بتقيسها مش بتطلع لك رقم؟ الماس بتاعتك، التايم، الكلام ده. طب الرقم ده بتميزه بايه؟ بحاجه اسمها ميجرنج يونت، دائما تاتي بعد الرقم. ولكن يا عزيزي انا عايز اكد عليك على نقطه مهمه قوي قوي قوي. لو انا مثلا يا عزيزي انا عايز اجيب لك حاجه انت خدتها بمنتهى البساطه وجميله قبل كده، حاجه اسمها اي، ودي موجوده عندك في المثال، بتساوي كيو على تي. المفروض ان الكلام ده خدته في سنه كام؟ ثالثه اعدادي. طيب الاي ده كان اسمه في ثالثه اعدادي حاجه انت خدتها اسمها كارنت انتنستي، ودي بتقيس شده الكهرباء اللي ماشيه في سلك او كوندكتور. والكيو حضرتك درسته حاجه اسمها amount of charge. ايوه، كلام جميل يا دكتور، ايوه ده صح، ايوه عملت كده. طيب وبعدين التايم ده، التي ده تايم. ممتاز. طب هسألك سؤال، دول ايه؟ فيزيكال كوانتيتي ولا ميجرنج يونت؟ انت بتفكري يا ماما، ما هم دول ما جوش بعد ارقام، دي الحاجه اللي لسه بشرحها لك، اللي احنا بقول لك دي بنعرف منها شده الكهرباء، ده بنعرف منه كميه التشارج الشحنه، ده بنعرف منه الوقت قد ايه. يبقى كل دول فيزيكال كوانتيتي. طب ايه الميجرنج يونت بتاعتهم؟ اجي اقول لك والله كارنت مثلا زي ما انت درست 4 امبير، يبقى الامبير ده يونت. التشارج مثلا 5 كولوم، يبقى الكولوم ده يونت. التايم 5 سكندز، يبقى ده يونت. يبقى اذا الكرنت انتنستي وحدته اصبحت امبير. طب مين امبير ده؟ العالم اللي بدا يقيس الكرنت انتنستي بالتجارب ويعرفنا ان ازاي نقيسه. مين كولوم ده؟ برضو عالم قدر ان هو يقيس التشارج بتاعه الكهرباء. والتايم ده وحدتها عباره عن ايه؟ سكند. ولكن يا صديقي بقى لما بنيجي نعرف يختلف التعريف تماما بجد. دي حته بقى احنا ما قلناهاش في الكورس الاول. ليه؟ لان المفروض زمايلك عارفينهم، والكورس الاول طبعه الاساسي ماثيماتكس. لكن هنا بقى لما بنيجي نحل سؤال قسي مقالي، وانت عندك في البكالوريا 50-50، 50% مقالي 50% تشوز، وفقا لاخر حاجه قايلها الوزاره، عماله بتغير رايها كل شويه. كلام جميل حلو. ده لو بتخطب مش هتعمل كده، يعني لو هي رايحه تتجوز ولا تخطب مش هتغير رايها في قرارات البكالوريا كل شويه. ولكن ما علينا، خلينا نخلص الكورس بتاعنا. حلو. ولما تيجي تعرف، في فرق بين تعريف الفيزيكال كوانتيتي نفسها واليونت بتاعتها. ركز عشان الكلام ده هنكمل عليه على طول. لما اجي اعرف الكرنت انتنستي وهي الفيزيكال كوانتيتي نفسها، بحط ديمينيتور بواحد. يعني نقول ايه؟ نقول it is the amount of charge. يعني طب انا ليه يا دكتور اقول it is the amount of charge؟ ما هو انا يعني مثلا هاجي اقول لك define current intensity، فاقول لك ايه؟ it is the current intensity. اعرفها بنفسها، يعني اقول لك ايه؟ ما هو الماء؟ تقول لي هو الماء الذي نشربه. يا سقفوا يا جدعان ليه؟ الماء هو الماء الذي نشربه. الله يبارك لك والله، انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كلام جميل. الحاجه الكوانتيتي بتتعرف هي بتساوي ايه، عشان تعرفها تقول اللي بعد الايكوال وتحط الديمينيتور بواحد. طب تعالى بقى نعرف وات از كارنت انتنستي، تقول لي it is the amount of charge in 1 second. بس كده انت بيرفكت. بس الصياغه مش مظبوطه.
هي الاماونت اوف تشارج دي مش بتمشي؟ فتقول لي amount of charge passing in wire او in conductor in 1 second. يعني لما اعرف احط الديومتر بواحد طب ثاني ده جميله دي. طب يا دكتور مثلا يعني مثلا معلش انا اسف عايز اعرف زيك كده واعرف حاجه اسمها فيلوسيتي كانت تساوي ايوه برضه في اعدادي خدناها ديسبيسمنت ايوه على التايم. طب انا عايز اعرف الفيلوسيتي، اسال نفسي هي الفيلوسيتي دي يا دكتوره عباره عن ايه؟ فيزيكال كوانتيتي. يبقى نقول نحط الديومتر بكام؟ بواحد، ونعرف الجنب اللي بعد الايكوال. فنقول الفيلوسيتي it is the displacement. جدع. in 1 second حط الديومتر دايما ب1. برافو. بس اقول displacement كده، واقول displacement covered by body in 1 second. displacement covered by body in 1 second. وهنقيس على كده حاجات كتيره قوي. يعني مثلا كان في حاجه كمان كان اسمها فريكوينسي. ايوه انا فاكر الفريكونسي ده كان عباره عن النمبر اوف ويفز تانية اعدادي على التايم. ممتاز. فلو انا عايز اعرف الفريكونسي هعرفه اقول it is the frequency برضو؟ لا، هقول هو اللي بعد الايكوال it is the number of waves in حط الديومتر بواحد يبقى in 1 second. برافو. بس انا كده بعرف ايه؟ بعرف ايه؟ physical quantity. طب لو انا بتكلم بقى على اليونت، لا اليونت زيك كده انت وباباك. يعني ايه؟ يعني باباك لما بيمشي في الشارع ما بيقولوش هو ابن مين، ده هو معروف. لكن انت لما تعمل مشكله في الشارع يقول لك خد يلا انت ابن مين يعني. فاليونت دي بنت حد فلازم اعرفها بيها. فلما اجي اعرف الامبير اللي هي اليونت بتاع الكرنت لازم اقول هي يونت مين واحط كل حاجه بواحد. ازاي؟ اقول الامبير it is the current intensity. طب عشان اعرفها صح ده معناه يا دكتور ان انا هكتب الرول وتحته اليونتس بتاعته. خد لايك جدع، برافو، خد قلب بوم توك توك. حلو كده كلام جميل. يبقى it is the current intensity when هيبقى الايكوال دي معناها when amount of charge is 1 column passing in wire in 1 second. بجد؟ والله العظيم. طب ثواني بقى كده. طب الفريكونسي ده وحدته كانت هرتز، ماشي. والويفز وحدتها ويف موجة، والتايم وحدته سكند. لو عايز اعرف الهرتز هتقول لي ده ايه؟ ده اليونت، ده ابن الفريكونسي. يبقى it is the unit of frequency when عدد الويفز يبقى جدع 1 ويحصل في وقت 1 second. برافو. يبقى لما نعرف اليونت بنقول هو ابن مين وكل حاجه تتحط ب1. كلام جميل. يبقى اذا مش بس فرقنا ما بين الكوانتيتي واليونت، ده احنا فرقنا في الاسئله المقاليه ما بين تعريفها. يعني في فرق رهيب لما اجي اقول لك ايه واتس مينت باي الفريكونسي واتس مينت باي الهرتز. هتقول لي الفريكونسي دي كوانتيتي نفسها ماليش دعوه بيها، بعرف الجنب اليمين اللي هو بعد الايكوال it is the number of waves وحط الديومتر ب1 in 1 second. طبعا على حسب ده ايه؟ تايم ولا ماس ولا كذا. يعني مش دايما 1 second، حسب الكوانتيتي دي ايه. طب لو عايز اعرف اليونت بتاعتها لازم اقول هي بنت مين؟ what is hertz? it is the frequency لما when عدد الويفز يبقى 1 والتايم يبقى 1 second. وبالتالي كده قدرنا نفرق شويه ما بين حاجه اسمها physical quantity وحاجه اسمها measuring unit. كلام جميل؟ كلام جميل. طيب نيجي لنقطه تاني بقى. ايه الموضوع ده؟ زمان كانت كميات الفيزياء قليله قوي. يعني ايه قليله قوي؟ يعني يا عزيزي كان بمنتهى الهدوء والبساطه كده هشرح لك شويه حاجات. كان بيبدا يبقى عندنا مفيش غير الماس واللينث والتايم، كانش لسه في تطور في العلم. وبالتالي برضو ما كانش فيه علماء كتير بيسعوا ان الدنيا تتطور. كان فيه بس يعني لسه في بدايات العلم. فكانت كل دولة او كل منطقة بتسعى تعمل لها وحدات. يعني مثلا لما يجوا يتبادلوا مثلا حبوب التمر مع الرز مع القمح مع الشعير، ما كانش لسه عندهم كيلو جرام، ما كانوش لسه يعرفوا السكند، ما كانوش لسه كانوا بيشتغلوا زمان الفراعنة بالساعات الرملية، ما كانوش لسه يعرفوا المتر. حتى لسه الى الان في الكوره يجي يقول لك منطقه ال 18 ياردة بيقيسوا بالياردة، او ال 8 ياردة بيقيس بالياردة، الياردة اللي هي خطوه كده، او بالفيت فوت. ايوه الحاجات دي انا فاكر فعلا يا دكتور. ايوه. فاذا زمان في الفيزيكال كوانتيتيز سواء ماس او لينث او تايم ما كانش العلم متطور، فكان في كذا دوله بتقيس وفقا للي هي اخترعته من طرق للقياس ووحدات. اولهم كان البريتش سيستم، البريطانيين اشتغلوا بنظام الاف بي اس. اف بقى يقيسوا اللينث بالفيت بالقدم، بحيث ان المتر فيه
الرقم ده يعني مش عندك 3.28 فيت. حلو كده؟ يعني يبقى المتر فيه 3 اقدام كده، كانك ادي رجل ها وادي رجل وادي رجل، كلام جميل كده ها، وشويه يعملوا متر. وكانوا بيقيس الماس بالباوند، حاجه اسمها رطل، يعني حاجه كده بيغرفوا بيها كده ويقيس بتاع، كان بيدي قرب الكيلو. كلام جميل كده؟ حلو، قريب منه. طيب السكند ده كانت وحده قياس التايم، فسميناها اف بي اس. بعدين الفرنساويين على راسهم عالم اسمه جاوس اشتغل بالسي جي اس، كانوا بيقيسوا اللينث بالسنتيمتر والماس بالجرام بخله جلده والتايم بالسكند. العالم قال لك لا، هو انا كل دوله اللي هقول الفرنساويين والبريطانيين كل دوله بقى هتعمل لي ميجرنج يونتس زي ما كانت. طب هو قبل الدول دي كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيقايضوا بقى، تجيب بيضتين تاخد بيهم رغيفين عيش، تجيب شويه قمح تاخد بيهم رز، تبدل. طب الدنيا اتطورت، كل دوله عملت يونتس. طب الناس بدات تتعلم والعلم بدا ينتشر والفيزيكس بدات تملا ارجاء العالم، لحد ما جات لك في بكالوريا مسار الطب وعلوم الحياه، وجات لك في مرحله الثانويه العامه. فهل بقى كل دوله تشتغل باليونتس بتاعتها؟ الاجابه قال لك لا. قال لك لا، يبقى انا دلوقتي نوحد نظام على مستوى العالم، سميناه مودرن متريك سيستم او انترناشونال سيستم، ام كي اس، متر كيلو جرام سكند. وده بقى اللي هيعرفك ليه على مدار المسائل اللي هناخدها في الثانوي والجامعه لازم اي لينث يبقى بالمتر، اي ماس يبقى بالكيلو جرام، اي تايم يبقى بالسكند، لان ده السيستم اللي تم التعارف عليه دوليا. وقلنا يا جماعه كل دول العالم لازم تلتزم بهذا النظام. محدش يقيس اللينث غير بالمتر، ولا الماس غير بالكيلو جرام، ولا التايم غير بالسكند. يعني ما ينفعش اقيس، لا ينفع تقيس، والافلام الاجنبي بيتكلموا الكلام ده، لكن لما نيجي نحل مسائل نقرا كتب دوليه نبدا نستخدم هذه الارقام. وعلى فكره احنا في الكورس الاول بتاع اساسيات الماثيماتكس اتكلمنا بقى ازاي نحول بالنانو والملي والميجا والجيجا، وموجوده فيها. فسميناه انترناشونال سيستم، وبيتقال عليها دايما اس اي يونتس. اس اي يونتس اللي هو الانترناشونال سيستم، بس هي كمان الكلام ده اتعمل في فرنسا فمسمينه سيستم انترناشونال ولا حاجه زي كده، لان هم بيقدموا النون على الادجكتيف مش موضوعك، ولكن ده اختصار لانترناشونال سيستم. كلام جميل. فكده عرفنا الفيزيكال كوانتيتي، وعرفنا الميجرنج يونتس، وعرفنا السيستمز اللي بتقيسها. عايز ازود لك حاجه كمان، الانترناشونال سيستم يونتس. امثله مثلا، يعني لما الناس اتفقت قال لك اللينث يتقاس بالمتر، ماشي، الماس يتقاس بالكيلو جرام، التايم يتقاس بالسكند، بس كده كان ده اللي مشهور. مع تقدم العلم بقى راحوا مكتشفين الكهرباء وشويه ميكانيكس وجاذبيه وقوه فكل ما كانوا بيكتشفوا حاجه جديده يزودوها. فاكتشفوا الكرنت، فقال لك كرنت انتنسيتي بالامبير. وكلفن ده عالم عرف يقيس درجه الحراره فسمى اليونت باسمه وبقت انترناشونال. كميه الماده بالمول، هتاخدها في الكيمستري. ليومينستي شده الاضاءه كاندلا، ده اسم عالم احنا مبهدلينه وبنقول عليه شمعه، والله العظيم الراجل يعني كاندلا، كاندل ده اسم عالم نسبه لعالم، احنا مسمينه شمعه، لا اله الا الله. ثم بعد كده اصبح في وحدات مخصصه اللي هي ايه بقى، ودي اتقالت في الكورس الاول هقولها لك بسرعه، تمام؟ حلو. اللي هي الراديان، ودي وحده لقياس الانجل التو دايمنشن، ثنائيه الابعاد، تمام؟ ووحده اسمها ستريديان، دي بتقيس الانجل ثلاثيه الابعاد، يعني زي ده كون كده مخروط ثلاثي الابعاد بتقيس الانجل. بياخدوها علم رياضه في السوليد جيومتري، وليها طريقه في الحساب بتاع السيركمفرنس والسيرفيس اريا، وبنستنتج منهم الانجل دي. ياخدها علم رياضه، كلام جميل. واكيد اكيد هتعدي عليه في مسار الهندسي ان شاء الله، هيبقى عندك ان شاء الله بقى فيزياء متقدمه وماث متقدم. والانجستروم دي وحده لقياس اللينث بس، تمام؟ تاخد رمز ايه اسمه ايه كابيتال عليها شرطه، وهي تعادل 10 باور نيجاتيف 10 من المتر، يعني تعادل 1 على 10 باور 10. يعني كأنك جبت المتر قسمته، تمام؟ 10 باور 10 ده عارف يعني ايه؟ 10 مليار. يا نهار ابيض، 10 مليار حته، وخدت منه حته، حاجه صغيره قوي تقيس الدايمنشنز، ابعاد فيروس، ابعاد بكتيريا، حاجات زي كده. بس هذه الوحده خاصه لللينث فقط. وفي الطن، الطن ده وحده خاصه بالماس بس، يعني دي وحدات خاصه لا تعمم، ومعناه 1000 كيلو جرام. يقول لك الفيل ده 4 طن، يعني 4000 كيلو. كلام جميل كده، حلو. الاور للتايم 60 دقيقه،
والمينت 60 ثانيه، واللتر ده للفوليوم. اللتر الواحد للفوليوم اوف ليكويدز بيبقى فيه 1000 ملي لتر او 1000 كيوبيك سنتيمتر. فيجي بقى الطالب وهو بيدرس الفيزيكس يتعرض لمشكله كبيره قوي. ايه المشكله اللي اتعرض لها؟ يبدا ان هو عنده وحدات كده زي ايه؟ الجيجا والميجا والملي وده اتقال في الكورس الاول. انا عارف ليه عمال اقول الكورس الاول، عشان احفزك ان لو حاجه مضايقاك ترجع للكورس الاول تشوفه. الفكره الاثنين مكملين لبعض، ولكن احنا مقسمينهم عشان خاطر ان كورس الفيزيكس يبقى ده بنتكلم على الفيزيكس بس، لكن التاني هو ارتباط الفيزيكس بالماث، وهو مهم. الطالب المتفوق الذي يهدف الى تحقيق كليات قمه لازم ما يفوتش اي حاجه. انت قاعد فاضي بتعمل ايه؟ كلام جميل؟ حلو ماشي. فبالتالي لو جالنا دول ما نعممهمش، دي وحده لللينث وخلص حالها، دي للماس وخلص حالها، ده للفوليوم وخلص حالها. لكن في حاجات بقى اسمها جيجا وميجا وتيرا والكلام ده، لا دي تحويلات عامه بتستخدم في اي حاجه وتعرف الفرق ما بينهم. يبقى دي نقطه هامه جدا. حلو. ودي حاجه اساسيه موجوده عندنا. قبل ما نبدا ننقل على الجزء اللي بعد كده، تعال نروح نشوف فيديو اي سريع جدا 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 يعرف لنا الفرق بين الفيزيكال كوانتيتي والميجرنج يونت، ونرجع مره تاني. يلا بينا. وسع. انا الفيزيكال كوانتيتي، انا الاساس، انا الحاجه اللي انتوا عاوزين تقيسوها، ماس، ديستانس او التايم. حاسب بس، انا الميجرنج يونت، من غيري انت ولا حاجه. انا اللي بميز الارقام، يعني لو قلت 5 وبس، 5 ايه؟ كيلو ولا متر؟ انا اللي بدي للرقم هيبه. واحنا هنا شغالين بالنظام الدولي الحديث، ديستانس بالمتر، الماس بالكيلوغرام، والتايم بالثانيه، كله بالمسطره والقلم. بعدين بقى يجي معاك الوقت على انك انت تشوف مجموعه من القوانين لازم تحفظها. المفروض انت كطالب تانية ثانوي كنت خدتها في اولى ثانوي، مش هنقعد بقى نندب، المفروض تبقى عارفها من اعدادي. ودي اتقالت في الكورس الاول، هقولها لك بسرعه جدا، لازم تاخد بالك منها. لازم تبقى حافظ وانت داخل ان الدنسيتي ماس على فوليوم، كاينيتيك انرجي هاف الماس في الفيلوسيتي سكوير، الفوليوم اريا في هايت او اريا في لينث، الماس دنسيتي في فوليوم، البوتنشال انرجي ام جي اتش ماس في جرافيتي في هايت. وخد بالك على فكره الكاينيتيك والبوتنشال هناخدهم النهارده. الورك فورس في ديسبيسمنت وهنشرحه، الفورس ماس في اكسلريشن، الويت ام في جي ماس في جرافيتي وهنشرحه النهارده، الفيلوسيتي ديسبيسمنت على التايم خدتها انت، اكسلريشن دلتا في على دلتا تي، المومنتم ماس في فيلوسيتي هتدرسها السنه دي. كلمه ريت اوف دي معناها حاجه مقسومه على التايم، يعني لو قلت ريت اوف ديستنس يبقى ديستنس على التايم، ريت اوف ديسبيسمنت على التايم، ريت اوف سبيد على التايم، ريت اوف احمد على التايم، ريت اوف فازا على التايم. ريت اوف معناها حاجه مقسومه على التايم. كلام جميل. دي قوانين حلو، بعضها هتتعرف عليه السنه دي، وبعد كده لما تطلع سنه ثالثه هتبقى قوانين عامه معاك، ما ينفعش تنساها ولازم تبقى حافظها يا صديقي. على ما اظن كده احنا الحمد لله خلصنا التوبيك الاول بنجاح، وجاء وقت التوبيك الثاني. هو الكورس هيمشي معانا بمجموعه من التوبكس، مواضيع هفتحها لك تبدا تدي لك اساس فيزيائي تمشي عليه. تاني توبيك وهو من التوبكس المهمة قوي، مرت عليك في ثالثه اعدادي كوكي كده، مرور الكرام. احنا بقى هنديها بعد تاني وهنبدا نتكلم عليها حالا، وهو ان انا بتكلم على فرق ما بين حاجه اسمها فيكتور كوانتيتي وسكيلر كوانتيتي. هناك بعض احنا بقى فهمنا يعني كوانتيتي اللي هي الحاجات اللي بتختص الفيزيكس بانها تدرسها وتقيسها. هناك بعض الحاجات لما الفيزيكس بتيجي تدرسها وتقيسها هي مش هاممها انها تعرف اتجاهها، لان اتجاهها ملوش لازمه ولا يؤثر. على سبيل المثال لو احنا جينا قلنا ان الدقيقه يا شباب مثلا فيها 50 ثانيه، هل لو انا رحت امريكا ال 50 ثانيه دول هيختلفوا؟ لا. هتقول لي لا الوقت في امريكا غير، ده التوقيت بتاع الساعه، لكن انا بتكلم على مده الدقيقه. الدقيقه فيها 60 ثانيه هتفضل 60 ثانيه. طب لو افترضنا ان 50 هتفضل 50، يعني الدقيقه هي 60 ثانيه وتفضل مكمله لا تنتهي. طب الساعه فيها 60 دقيقه هي. طب معلش ناخد مثال تاني، طول دكتور محمد 4 متر، لو انا رحت المريخ هقصر؟ هطول؟ يا رب يا رب. هقول لك لا. طول دكتور محمد 4 متر، طب لو نزلت تحت الارض في كهف هقصر؟ لا. يبقى في حاجات لا تحتاج اتجاه عشان نعرفها، بنعرف قيمتها وكده احنا عرفناها. وفي حاجات بقى لا، لازم تعرف قيمتها واتجاهها. يعني القوه اللي انا عملتها وانا نازل السلم، إيه
والقوه اللي انا عملتها وانا طالع السلم. يا هتبدا تقول لي لا، ده وانت نازل انت مع الجاذبيه، وانت طالع انت عكس الجاذبيه. لا تختلف. يبقى في حاجات لازم نعرف لها قيمه واتجاه. علماء الفيزيكس كانوا فاطنين، فاطن يعني ذكي. كلام جميل حلو ماشي. قال لك ايه بقى؟ انا هقسم الكميات الفيزيائيه او الفيزيكال كوانتيتيز الى نوعين. النوع الاول هسميه سكيلر، وده هنحط فيه الفيزيكال كوانتيتيز اللي مش مهم نعرف اتجاهها، او بالبلدي لو عرفنا اتجاهها مش هيأثر في فهمنا حاجه، فنسميها سكيلر. وقلنا عشان نفهمها كويس الكوانتيتيز دي احنا مش محتاجين غير قيمتها بس، رايقه. لكن هناك بعض الكوانتيتيز الاخرى اللي محتاجين عشان نفهمها لازم نعرف لها حاجتين، قيمتها واتجاهها. كلام جميل. فدي سميناها فيكتور كوانتيتي. كلام جميل حلو. فدي محتاجه قيمه واتجاه. خليني ادي لك مثال قبل ما انقل على الجزئيه اللي بعدها. على سبيل المثال لو قلنا مثلا ان ده احمد مثلا. كلام جميل كده حلو. احمد طوله 150 سنتيمتر. ده كان طوله في الدور الارضي، الجراوند فلور. مامة احمد طلبت ان هو يطلع للدور الخامس، فطلع احمد للدور الخامس، فقسنا طوله في الدور الخامس. ما الذي نتوقعه لطول احمد لما يطلع في الدور الخامس؟ هسألك شوية اسئلة. هو طلع يعني غير مكانه، غير اتجاهه، هل هيقصر؟ هل هيطول؟ ولا يظل كما هو؟ لا طبعا اكيد هيظل كما هو، اكيد لا هيطول ولا هيقصر ولا اي حاجه. يبقى السؤال هنا يتقال هل احمد اختلف طوله باختلاف الاماكن او الاتجاهات؟ لا. اذا يقال على اللينث الذي تم قياسه ان هو انطق معايا يا سكيلر، يعني حاجه لا تعتمد غير على الفاليو بس. كلام جميل. شفت البساطه؟ طب ناخد مثال تاني. تمام؟ هنعمل مسابقه في اكتر واحد يحبس نفسه يعني. تمام؟ كلام جميل حلو. ومسكنا الستوب ووتش وفي الدور في كلنا مثلا طلعنا في الدور الخامس وقعدنا واستقرينا وقعدنا نحبس نفسنا لمده 60 ثانيه. قسنا الوقت 60 ثانيه. ونزلنا في الدور الارضي، غيرنا اتجاهنا او رحنا مكان تاني او دوله تاني وقعدنا فيها وعملنا مسابقه لحبس الانفاس لمده قعدنا برضو 60 ثانيه في دوله تاني. هل ال 60 ثانيه دول غير دول ولا هم؟ يبقى اذا التايم ما اعتمدش على تغير الاماكن او الاتجاهات، يقال عليه برضو ايه؟ سكيلر. ممتاز. طب يا دكتور ما تدينا واحده فيكتور. عينيا الاثنين، الاقي بس اللي قليل الفيكتور، وهي انك انت بقى الفيكتور دي جميله قوي. هتيجي مامتك تقول لك خد يا واد يا محمد يا واد، تقول لها ايوه يا مامي. شايف قفص الفاكهه ده؟ قفص الفاكهه. طلعه عند خالتك فوق. فانت تقول حاضر يا ماما، طلعه عند خالتي. فين خالته يا واد؟ في الدور الخامس. واحنا ساكنين فين يا واد؟ في الدور الارضي. كلام جميل. فحضرتك هتاخد قفص الفاكهه المليء بالفاكهه ان ما اكلتش منه، وهتروح طالع مطلعه الدور الخامس وتبذل قوة عشان تعمل ده فورس. طالع على السلم، مفيش اسانسير، فطلعت رنيت على خالتك. لما رنيت على خالتك يا عزيزي ما لقيتش خالتك موجودة. رنيت على مامتك في التليفون، يا ماما خالتي مش موجودة. قلت لك معلش يا ابني، معلش يا حبيبي، هات القفص وانزل عشان مفيش حد ياكله فوق او قطط تيجي عليه. رحت شايل القفص ونازل تاني الى تحت وعامل فورس تانية. هسألك سؤال، تعبت اكتر في انهي حالة؟ وانا طالع يا دكتور عشان عكس الجاذبية. يبقى انا هنا مع انه نفس الدور من الارضي للخامس ومن الخامس للارضي، نفس المسافة، نفس البنية، نفس العضلات، نفس القفص، ولكن الاتجاه فرق، وانت طالع غير وانت نازل. يبقى انا عشان اعرف الفورس هنا كنت محتاج اعرف كام حاجة؟ حاجتين، قيمة واتجاه. يقال على الفورس هنا انها ايه بقى؟ فيكتور كوانتيتي. يعني انا فهمت كده ان الحاجة اللي بنعرف قيمتها وما بتتأثرش بتغير الاتجاهات او الاماكن يقال عليها جدع سكيلر، والحاجة اللي بتتأثر بتغير الاتجاه والاماكن يقال عليها ايه يا عزيزي؟ يقال عليها فيكتور. طيب مرة اخيرة، حاجة اخيرة ننهي بيها السكيلر والفيكتور. لو احنا جينا في جبل كده، وجينا عند الجبل ده كده، قسنا الماس بتاعت حضرتك تحت الجبل،
فوقفت على ميزان بالانس وقسنا الماس، طلعت مثلا وليكن 60 كيلو جرام. ثم صعدنا إلى قمة الجبل وخدنا الميزان معانا ووقفناك عزيزي الطالب وقسنا الماس بتاعتك، هتطلع كام؟ 60 كيلو جرام. طيب ولو طلعنا قسنا أو نزلنا قسنا ستظل الماس 60 كيلو جرام. ومش عايز طالب راضع لبن ميز يبدأ يقول لك إيه؟ لا يا دكتور أكيد وأنا هطلع هحرق دهون فهفقد. هتخس في طلعة؟ هتخس في طلعة يالا؟ هنبدأها فكاكا؟ هتبدأيها هبد؟ هتخسي في طلعه؟ ده انت بتقعدي رايحه عند دكاتره الدايت بالشهرين عشان نخس 5 جرام. كلام جيد. ده انتوا بتخسوا تمام، بتخسوا اقوى من الدهب يعني، ده يعني بالجرامات دلوقتي، بس نتخن بالكيلوات ما شاء الله. مش مشكله اقلب عليكم المواجع. ولكن في يبقى احنا قلنا 60 60 و60. يبقى هل الماس اعتمدت على تغيير اماكن؟ لا. فهنا يقال على الماس انها ايه؟ سكيلر. طب تعالى ناخد مثال تاني. لو جبنا نفس الجبل ده ماشي ورحنا، كان هناك هنا، عايز ارسم لك رسمه جميله كده، كلب دج. طبعا اللي هيتريق على الرسم بتاعي لا ده هو مش فاهم، ده رسم سباعي الابعاد، لسه هينزل مصر يعني، ما يغركش ان انا لا رسمه الدج دي لا، ده رسم 7 دي سباعي الابعاد. ثم حضرتك عزيزي الطالب وقفت هنا تضايق الكلب ماشي، فرحت قايل للكلب ايه؟ او راح الكلب اتضايق منك فعلا، او وجري الكلب وراك، فانت خفت ان الكلب يعضك في منطقه ما فيأثر عليك، طبعا ما تعرفش تحضر في دروس، فرحت جاري 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 طالع الجبل بفيلوسيتي، سرعه، فيلوسيتي، طالع الجبل عكس الجاذبيه. ثم جه حد تاني في نفس، انت مرة تاني في نفس الموقف بس كنت فوق الجبل وهذا هو الدج، ورحت ما تبتش ورحت قايل او فجري وراك الكلب باغيا يعني يريد ان يعضك فهربت منه ورحت نازل كده بفيلوستي. هسألك سؤال، قول لي اسأل يا دكتور، قولي لي اسأل يا دكتور، سرعتك اكتر في انهي حاجة؟ لا طبعا وانا نازل. ليه؟ لان انا وانا نازل مع الجاذبيه بوزيتيف، لكن وانا طالع عكس الجاذبيه نيجاتيف، ببذل مجهود. فهنا السرعه هتعتمد، بس ما هي نفس رجلينك ونفس الكلب، وهنا نفس رجلينك ونفس الكلب، ونفس المسافه ونفس المسافه، ونفس الارتفاع ونفس الارتفاع، ولكن اختلف اتجاهك وانت نازل عن وانت طالع. يبقى اذا هنا انت مش بس بتعتمد على القيمه بتاعت المسافه اللي انت طالع نازل، انت بتعتمد على الاتجاه، فيقال على الفيلوسيتي انها ايه بقى؟ اتمنى كده الصوره تكون وضحت بقى، فيكتور. لكن يقال على الماس انها ايه؟ سكيلر. تمام. نروح اي نشوف فيديو جميل رايق لذيذ نفصل بيه النقطه دي ونيجي نطبق على مثالين فيزيائيين مهمين جدا للغايه. يلا بينا. يا عم أنا راجل دغري وبسيط، أنا السكالر، ماليش في اللف والدوران، يهمني قيمة وبس. لا أنا الفيكتور، أنا دقيق جدا، قيمة من غير اتجاه ما يمشيش معايا، لازم تقولي رايح فين، شمال ولا جنوب. يبقى بعد ما شفنا الفيديو عرفنا ان اي سكيلر بتعتمد على الماجنتيود اللي مش عارف يعني قيمة بس، زي الماس والتايم والديستنس والسبيد. دي امثله كتير بقى هناخدها واحنا ماشيين، بس اعرف الامثله دول عشان اكتر حاجه مشهوره وتشرحوا كلهم. اما الفيكتور يعتمد على الماجنتيود القيمه والدايركشن زي الفيلوسيتي والفورس والديسبيسمنت. ولكن ناتي لقصه مهمه قوي. هنا ده مثال عن الفرق، الحاجات اللي بنقيسها وملهاش اتجاه والحاجات اللي لازم اذكر فيها اتجاه. فالديستنس والديسبيسمنت دي حاجه خطيره وخدتها في اعدادي وهنأكد عليها دلوقتي. الديستنس والديسبيسمنت لفظين بنستخدمهم في الفيزيكس، ولكن في الحقيقه لفظ الديستنس ده اول ما تشوفه في الفيزيكس تفهم ان احنا بنتكلم على السكيلر. يعني انا اهتم بدراسه الطريق الفعلي اللي انت مشيته بغض النظر عن اتجاهك، طز في اتجاهك فاذا يقال عليها ايوه. ما بتهتمش بالدايركشن يقال عليها سكيلر. بينما الديسبيسمنت بتهتم بحاجتين، القيمه بتاعت طريقك واتجاهك، فيقال عليها ايه؟ فيكتور. ازاي؟ تعال نسمي الله كده ونمشي واحده واحده. اول حاجه بقول لك انا طلعت من البيت، مشيت لحد اخر الشارع، حودت يمين، حودت شمال، لفيت الصينيه. هنا لازم احسب كل متر انا مشيته.
ليه؟ لان لما اقول لك كالكوليت الديستنس انا عايز الطريق الفعلي اللي انت مشيته بغض النظر عن اتجاهك لانها سكيلر. بينما الديسبيسمنت لا، بتقول لك انا مش مهم عندي القرف اللي انت عملته ده ولفيته دور، انا ببدا اشوف نقطه بدايتك فين ونقطه نهايتك فين واشد ستريت لاين. طب توضيح اكتر، مثلا ناخد مثال جميل. عندنا ولد جميل كيوت عسل رائع جدا عرض على باباه المساعده، لقى باباه تعبان فقال له بابي انت كنت هتروح تجيب طلبات بالعربيه وانا شايف انك تعبان، اديني المفتاح انا هروح. بجد يا ابني؟ بر الوالدين يا ابني ماشي فيك للدرجه؟ حلو. فهروح. فقال له ماشي، فراح خد العربيه المفروض مثلا من المعادي هيروح مثلا التجمع، المفروض المشوار ده ما يكملش تلت ساعه. لقينا الواد الكيوت راح خد العربيه عدى على محمود، والواد الكيوت خد العربيه عدى على فؤاد، والواد الكيوت خد العربيه عدى على معز، والواد الكيوت خد العربيه عدى على زياد، والواد الكيوت خد العربيه عدى على احمد بيفسحهم، وخد العربيه وراح التجمع قال لهم انا معايا عربيه يا بابا هنتفسح. راح بقى جاب ده من بيته وده من بيته وده من بيته وده من بيته وده من بيته، وراح رجع لبابا قال له يا ابني مشوار التجمع ده ما يكملش يا ابني تلت ساعة، يعني ما ياخدش 5 لتر 3 لتر بنزين، انت فضيت تانك العربية في ايه كان مليان، هتجنني يا ابني. قال له يا بابا والله اعمل ايه؟ قال له لا اكيد انت عملت حاجة غلط. لا يا بابا والله انا رحت وجبت اللي انت عايزه. قال له لا انا ماليش في القرف وجع الدماغ ده، انا هعرف اجيبك ازاي. قال له انت فين نقطة بدايتك؟ قال له معادي. كلام جميل. فين نقطة نهايتك؟ قال له تجمع. كلام جميل. قال له خلاص شد لي ستريت لاين ما بين نقطة البداية والنهاية. قال له ليه يا بابا انا ما مشيتش كده؟ قال له ماليش فيه، هذا الستريت لاين هو اللي اسمه ديسبيسمنت. يبقى بابا هنا حكموا بقيمة واتجاه، دي فيكتور. لكن الولد بقى اللي اتصرمح ده، الصرمحة دي اسمها ايه بقى؟ ديستنس. يبقى دي سكيلر تعتمد على القيمة اللي مشيها بالفعل. طب يا دكتور ما انا معلش ممكن يبقى في جبل ما بيني وما بين، ماليش فيه برضه، اخرقوا وعدي مفيش مشكله، اخترقوا. بجد؟ والله هذا هو الحل. ايوه بالظبط. طب قبل ما ناكد عايزين امثله رياضيه، قبل الامثله الرياضيه نشوف فيديو اي ونرجع مره تاني للنقطه دي، يلا بينا. انا الديستنس بمشي في الشارع كله واحسب كل خطوه، وانا الديسبيسمنت اقصر خط مستقيم من البدايه للنهايه، ولو رجعت مكاني تاني ديسبيسمنت بي 0 اكيد. بعد ما شفنا الفيديو تعالى بقى نفرق ما بين اللي احنا قلناه الديستنس والديسبيسمنت. مثال اخير، لو انا موجود في اول الفصل على البورد وطالب موجود في اخر الفصل، ثم طلبت من هذا الطالب ان ياتي وفي ديسكات، فلقيت الواد بيجي هنا ويعدي على ده وياكل ده على قفاه، استحاله ده يحصل في الحصه طبعا، ويجي هنا ويجي هنا، وجالي هذا الولد الذي يتصرمح صرمحه سريعه بهذا الشكل نطلق على هذا المسار اللي مشيه ديستنس، لانه اهتم بالايه؟ بالقيمه اللي مشيها ومشي وغير اتجاهاته كتير. انا هاجي اقول له ولا والله العظيم ما هحلك. لماذا؟ هذا الشخص بدا من هنا، هذه هي الستارت، المفروض كان يوصل فين؟ هنا الاند، فالمفروض كان يمشي ستريت، يبقى ده ديسبيسمنت اللي مشيها واللي مشيه ده ديستنس. يبقى الديستنس ما بتهتمش باتجاهك، بينما الديسبيسمنت بتهتم باتجاهك زائد قيمتك طبعا. فبالتالي لما جينا نعرف الديستنس قال لك it is the actual path covered by the body، لكن لما نيجي نعرف الديسبيسمنت كلام جميل هتبقى عباره عن actual path covered by body in certain direction. ده لما نيجي نعرف حاجه اسمها displacement. يبقى اذا الديستنس بتهتم بالقيمه، ما قالكش في اتجاه محدد، بينما الديسبيسمنت بتهتم بالقيمه والاتجاه. طلع بقى من الديستنس لفظ اسمه سبيد، وطلع بقى من الديسبيسمنت لفظ اسمه فيلوسيتي. يعني انا في الفيزيكس لو قال لي سبيد يقصد ديستنس على تايم، لان السبيد سكيلر والديستنس سكيلر مع بعضهم. طب لو قال لي فيلوسيتي، الفيلوسيتي فيكتور والديسبيسمنت فيكتور، تبقى ديسبيسمنت على التايم. فلو جيت في الامتحان لقيته بيقول لي ايه؟ انا عايز السبيد يبقى ديستنس على التايم، طب انا عايز الفيلوسيتي يبقى ديسبيسمنت على التايم. طب ليه السبيد سكيلر؟ لانها جايه من ان انا قسمت السكيلر اللي هي الديستنس على التايم. طب ليه الفيلوسيتي فيكتور؟ لانها جايه من ان انا قسمت الديسبيسمنت اللي هي فيكتور على التايم اللي احنا قلناه. كلام جميل. طب ناخد امثله رياضيه وناكد عليها، هيا بنا.
السؤال الاول او المثال الاول بيقول ان انا لو مشيت بهذا الشكل كده، خلينا نتفق اتفاق ان انا لو اديت حاجه رمز دي يبقى انا اقصد distance، ولو اديت حاجه رمز x يبقى انا اقصد ايه؟ displacement. طب تعالى نسمي الله، يلا بينا. واحد، انا مشيت من نقطه بدايه لنقطه نهايه 50 متر، يبقى الديستنس 50. طب الديسبيسمنت هتسال نفسك سؤال او سؤالين، في نقطه بدايتك في نقطه نهايتك، شد ستريت لاين. نقطة بدايتي اهي، نقطة نهايتي اهي، شد ستريت. الله، طلع 50. برافو. ليه؟ لأن أنت مشيت ستريت لاين. حتى أقول لك امشي عدل يحتار عدوك فيه، ماشي طوالي. كلام جميل. طيب لو أنا بقى المثال التاني مشيت 50 متر رايح ورجعت 30 متر، مفيش مشكلة. الديستنس تقول لك إيه؟ هحسب اللي أنت مشيته 50 رايح 30 راجع يبقى 80. طب تعالى بقى للديسبيسمنت، ماليش فيه. انت عويد بتروح وتيجي، انا مالي. نقطة بدايتك A، نقطة نهايتك C، يبقى انا من A ل C بس. يا دكتورة ده انا مشيت ورحت وجيت، ماليش فيه. من هنا لهنا. طب احسبها ازاي دي؟ اذا كانت دي كلها 50 ودي 30 يبقى انا عايز دي، يبقى اشيل من ال 50 دي 30 يبقى لي 20، يبقى 20 متر. بس انا كده غلطان. ليه يا دكتور؟ ما انت صح اهو. لا، لان ما دام بنشتغل على قيمه فيكتور لازم اقول اتجاهها. فلا اما اقول to the right او اقول in AC direction، من A ل C. ممتاز. طب تعالى بقى نتكلم على ريكتانجل. لو انا قررت ان انا امشي يا عزيزي من ال A الى ال B الى ال C الى ال D، A B C D، سي دي ولا فلاش؟ اسف والله اسف. طب هو دي اول مره والله، بس والله تحس ان دمي خفيف وانا ماشي والله. يعني ممكن اقول لك سي دي ولا فلاشه، سي دي وصاله، فاهم؟ سي دي ولا ستي، سي دي عبد الرحمن كده، بس والله مش خالص. سي دي مش عندي كتير والله، بس انا مش عايز اطلعه يعني عشان ما اقفلكش مني في اول كورس تاسيسي. فخلينا كده ماشيين ايه مع بعض. انا اسف، حقك عليا يا شباب، حقك عليا. يبقى من هنا لهنا ومن هنا لهنا ومن هنا. ناخد الديستنس 50 و20 و50 يبقى 50 و20 و50 يبقى 120. اجي بقى للديسبيسمنت يقول لي لا، اين نقطه البدايه ايه؟ اين نقطه النهايه دي؟ ستريت لاين. دي قد دي عشان ده ريكتانجل يبقى 20. بس كده انا غلطان، لازم اقول داون وورد او ان اي دي دايركشن. ممتاز 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 ممتاز. طب ما تيجي ناخد مثال. بيقول لك في الشكل الذي امامك هذا المان حلو تحرك من بوينت A الى بوينت B في زمن 10 ثواني، يبقى in 10 seconds. يعني هذه الفترة الزمنية اللي بالاخضر دي خدها في 10 ثواني. خلينا نجيب الالوانات كده معانا. ثم بعد كده تحرك من B ل C في 6 ثواني، يعني اتحرك دي كده في 6 seconds. ممتاز ممتاز ممتاز. ثم بعد كده يا عزيزي تحرك من C to D في 14 ثانية 14 seconds، يبقى إذا تحرك في 14 seconds. وقف عند دي. حلو. عايز ايه؟ عايز الافريج فيلوسيتي. لا يا عم، انا هطلب منك حاجتين. انا هطلب منك الافريج سبيد وهطلب منك الافريج فيلوسيتي عشان تبقى فاهم انت بتعمل ايه. ممتاز. لو انا طلبت الافريج سبيد ستكون الافريج سبيد هي عباره عن توتال ديستانس على التوتال تايم. بينما لو انا طلبت افريج فيلوسيتي هتبقى توتال، ايوه سمعني كده، ديسبيسمنت على التوتال تايم. طيب نمشي واحده واحده. اول حاجه عشان في نقطه الطلبه بتتخم فيها، التايم لا يتاثر بالمسار اللي انت مشيته، لان الوقت ده احنا ما بنتحكمش فيه، هو وقت مر عليك. فانت مثلا ما بتقولش انا مشيت من هنا لهنا هاخد التايم 6 ثواني، لا 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 لا. الاختلاف بيبقى في الديستنس والديسبيسمنت. انا التايم اللي انا خدته 10 ثواني عشان اوصل هنا، و6 ثواني عشان اوصل هنا، و14 ثانيه عشان اوصل هنا، يبقى اذا التوتال تايم هيبقى 10 بلس 6 بلس 14، يعني يطلع معانا يا عزيزي 30. طب الديستنس كام؟ 24 ماشي معاك، بلس 12 ماشي، بلس 24 ممتاز. دول 48 و12 يبقى 60، يبقى 60 اوفر 30 يبقى 2 مترز بير سكند. ممتاز.
كده جبنا السبيد. نيجي بقى للديسبيسمنت، اقول لك لا ما انا عايز الفيلوسيتي، والفيلوسيتي تعتمد على الديسبيسمنت. اين نقطه البدايه؟ ايه؟ اين نقطه النهايه دي؟ يبقى شد خط، يبقى الديسبيسمنت 12. رائع. على التايم، فالتايم بيقول لك قشطه التايم 6. لا، ليه؟ لان التايم ده ما بيتغيرش، ده سكيلر. هو التايم ما بنختصروش، انت بالفعل خدت الوقت ده في الحقيقه، فاذا بالتالي هيبقى التايم بتاعك 30 زي ما هو، وتبقى اليونت متر بير سكند. طب انا عايز اقول حاجه دكتور كده، انا اقتنعت اقتناع. ايه هو؟ ان الفيكتور ده مش شرط يحصل في الحقيقه. برافو عليك جدع، هو ممكن يبقى افتراض. يعني هو اللي حصل في الحقيقه السبيد، المسافه اللي انا مشيتها بالفعل والوقت اللي انا خدته. اما الفيلوسيتي بيقول لك ايه؟ يا بدل ما نلف هذه اللفه الطويله العريضه، كان ممكن يا واد يا عسل تختصر هذه اللفه انك تمشي كده على طول. فكان زمانك بدل ما بتجري بسرعه 2 متر بير سكند، هو دي اقل من نص يعني 0.4. كلام جميل. فحضرتك بمنتهى البساطه دلوقتي بقيت ايه؟ تمشي على مهلك. يعني اذا بتبقى زي حاجه تخيليه. تمام. وكده قدرنا نفرق ما بين مفهوم مهم قوي وهو الديستنس والديسبيسمنت. كلام جميل. ومنه السبيد والفيلوسيتي. السبيد تعتمد على الديستنس والفيلوسيتي تعتمد على الديسبيسمنت. ولكن برضو انا عايز اكد على نقطه خطيره جدا جدا جدا، الطلبه ممكن تقع فيها، فعايزين ناكد عليها، وهي الديستنس. معلش استحملني في الحته دي. ضد الديسبيسمنت. ماشي، ما انت قلت انقل بقى اللي بعدها. لا ثانيه بس، هتدعي لي على دي. in a circle. اوه الله. طب تعالى نمشي كده واحده واحده ونشوف عايزين نعمل ايه. اول حاجه خلينا نحط كده الديستنس فيرسز ديسبيسمنت كده. يا سلام على الحلويات. نحط لك دايره جميله هنا، ونروح مقسمين الدنيا هكذا هكذا هكذا. ماشي، حلو قوي. نعمل خط كده، خط كده، خط كده، خط كده. اول حاجه ناخد مثال الكوارتر سايكل، اللي هي ايه كوارتر سايكل؟ ربع لفه. تمام. ثم ناخد مثال على الهاف سايكل، الحته دي هتدعي لي عليها قوي. ثم ناخد مثال على الثري كوارتر سايكل يا صديقي ويا عزيزي. ثم ناخد مثال على السايكل الكامله. ايوه كلام جميل. هيا بنا بسم الله. كوارتر سايكل يعني انا ماشي، هي اللي مش عارف الدايره دي الدايره يعني عشان بس تبقى الامور واضحه، ده شكل السيركل او السايكل اللي انا قصدي عليه. فلما اقول كوارتر سايكل يعني انا همشي كده. فكوارتر سايكل لو انا عايز الديستنس اللي انا مشيتها بالفعل من هنا لحد هنا، فانا عارف ان السايكل الكامله، ودي قلناها في كورس الاساسيات بتاع الماث، ان انا لو لفيت كده اللفه دي كده، لو تخيلنا ان ده سلك وفردناه، هيبقى السايكل الكامله ب 2 باي ار. فانت بما ان مشيت ربعها، يبقى الديستنس، احنا اتفقنا هندي للديستنس رمز الدي، وهندي للديسبيسمنت رمز الاكس. فالديستنس بتاعتك هتبقى كوارتر السايكل الكامله. طب ما الكوارتر نزلت، السايكل الكامله بقى مسافتها كام؟ 2 باي ار. وبعدين تسمبليفاي عادي، انا مش هسمبليفاي عشان تستنتجها انت، مش تبقى صمجها وتبقى حافظ. طيب تعالى بقى بالمثل نخلص الديستنس في كله. طب ما انا ماشي هنا نص سايكل، يبقى كده، يبقى نص والسايكل كلها كام؟ 2 باي ار، يبقى انا مشيت نص سيركل. طب 3 كوارتر، برافو، يبقى 3 كوارتر والسايكل كامله 2 باي ار. يا سلام، لما تسمبليفاي بقى بعد كده هديك الراديوس. طب السايكل الكامله جدع 2 باي ار. يا سلام يا دكتوره يا جميل يا رائع. بس بسيطه اهي. طب ايه 4 سايكلز؟ 4 في 2 باي ار. بص السايكل 2 باي ار، السايكل 2 باي ار. قال لك ربع اضرب في كوارتر، قال لك نص اضرب في نص، قال لك 3 ارباع اضرب في 3 ارباع، قال لك 1 اوفر 7 اضرب في 1 اوفر 7. انت عرفت ان السايكل كامله 2 باي ار. شوف بقى هو عايز قد ايه منها؟ 3 قدها، ربعها، نصها، ثمنها، وهكذا. كلام جميل. نيجي بقى للديسبيسمنت، وهي اللي بتعمل مشكله شويه. الديسبيسمنت اللي بيخليها تعمل مشكله ان هو عايز ستريت لاين مش كيرفد لاين. فلو انا بتكلم في نخلص السهل الاول، ربع لفه يبقى ده شكلها، نص لفه يبقى ده شكلها، 3 كوارتر لفه او سايكل هيبقى ده شكلها، وسايكل كامله هيبقى ده شكلها. خلينا نمشي واحده واحده الله يكرمك كده عشان الموضوع ده مهم قوي. بسم الله. اول حاجه يا عزيزي هو ان انا امشي كوارتر سايكل. ماشي، دي هتبقى اتقل شويه، هنجلها. هاف سايكل سهله، سايكل سهله، 3 كوارتر زي كوارتر. ولكن خلينا نتفق على اتفاق ان اي سيركل حضرتك عارفها ليها ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ راديوس. وليها كمان حاجه اسمها ايه؟ دايمتر.
بيساوي 2 ار. اظن المعلومه دي مش جديده، ولو جديده دينا قلناها. كلام جميل، حلو جدا. هي مش جديده بس ممكن الناس ما تكونش بتذاكر. فتعالى نخلص الايه السهل الاول. في الهاف سايكل بتبقى دي نقطه البدايه، حلو، ثم بنمشي كده 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 الى ان نصل الى نقطه النهايه، ماشي. هل بقى انا بعتمد الكلام الفاضي ده ولا بسال نفسي سؤالين؟ اسال نفسي سؤالين. اين نقطه بدايتك؟ اين نقطه نهايتك؟ واروح شادد ستريت لاين ما بينهم. فهذا الستريت لاين هيبقى بيساوي الدايمتر، فتبقى الديسبيسمنت بتساوي 2 ار. سلام. انا بدات بس بالسهل. طب لو سايكل كامله تقول لي دي نقطه بدايتي مثلا، هروح واخد ايه؟ سايكل كامله. الله، رجعت لنفس النقطه. اسال نفسك سؤالين. فين نقطه بدايتك؟ فين نقطه نهايتك؟ طب ما هي جدع. يبقى الديسبيسمنت بتساوي 0. عشان كده ممكن يجي لك سؤال يقول لك ايه؟ انت الديسبيسمنت بيساوي 0، فتقول لي كومبليت سايكل، هديك 0. ليه؟ ما انت لسه قايلها. لا لا لا، ده دي سبيشال كيس. الديسبيسمنت تساوي 0 لما نقطه البدايه تبقى نفس نقطه النهايه. فما فيش اتصال ما بينهم، مفيش علاقه بقى، مفيش خط ما بينهم، مفيش مسافه بينهم، هي. طب تعالى بقى للكوارتر سايكل. همشي كده، ماشي. فدي نقطه البدايه الستارت، ودي نقطه النهايه الاند، ماشي. طب انا عايز الديسبيسمنت، هتقول لي دي كوارتر في 2 باي ار. لا، لان انا كده ماشي كيرف. هو انا بمشي في الديسبيسمنت كيرف ولا بمشي ستريت لاين؟ ردوا يا اولاد. بمشي ستريت لاين، فالمفروض امشي ستريت لاين كده. اوبس، كيف يحسب هذا؟ اروح اعمل حركه ذكيه بقى. بص، بعد ما اشرحها لك عايز تحفظها احفظها، بس انا فاهمك جت منين. هقول لك اكيد لو انا شديت خط من هنا اوصل للسنتر السيركل، ولو شديت خط من هنا اوصل لسنتر السيركل، صحيح؟ يبقى ده راديوس وده راديوس. رائع 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 جدا. فبالتالي يا عزيزي ستكون الديسبيسمنت اللي هي عباره عن دي، كلام جميل، اللي هي عباره عن الجزء ده كده، الاكس دي، هتساوي كانها هايبوتنس للرايت انجل تراينجل ده، روت ار سكوير بلس ار سكوير. طب ثواني بقى كده، ده احنا ممكن نشتغل شغل حلو قوي. اللي حضر بقى كورس الماث اللي هو نازل قبل ده 2 ار سكوير وما زال موجود على اليوتيوب وعلى المنصه، كلام جميل. يبقى 2 ار سكوير، تمام. طيب اقدر اوزع الروت في التايمز، يبقى روت 2 وروت ار سكوير بهذا الشكل، يعني هيبقى روت 2 هتفضل زي ما هي، وروت ار سكوير تطلع من تحت روت بار. عايز تحفظها احفظها. حلو قوي. بس لازم اقول ان الاتجاه بتاعي مثلا من A to B. او احنا عندنا الاتجاهات الاربعه ايه؟ نورث، شمال، ساوث، جنوب، ايست، شرق، ويست، غرب. فانا مشيت ازاي؟ انا مشيت كده اهو، يبقى نورثن ايست. حلوه. عشان اتفاجئت بطلبه السنه اللي فاتت في ثالثه ثانوي، جبت لهم سؤال مقالي بقول له الكترون مشي ان نورثن ايست دايركشن. لقيت العيال بتقول لي هي ايه الاتجاهات دي؟ قلت يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، مش عارف شمال جنوب شرق غرب. ادينا قلناه. طب نيجي هنا، هبدا من هنا، همشي 3/4 سايكل. بس ده ايه؟ ده ستريت ولا كيرفت؟ كيرفت. لا ما يلزمنيش. عايز الديسبيسمنت، اقول اين نقطه البدايه؟ اين نقطه النهايه؟ هروح شادد ما بينهم ستريت لاين هكذا، يبقى ده الديسبيسمنت. طب اعمل ايه عشان اجيب الديسبيسمنت؟ هروح للسنتر ده ار وللسنتر ده ار. ايه ده؟ اصبح رايت انجل ترانجل، يبقى دي الديسبيسمنت. فتبقى الديسبيسمنت برضو بتساوي روت ار سكوير بلس ار سكوير، اللي هي في الاخر هتبقى روت 2 في ار زي ما استنتجنا فوق. ايه ده؟ ده نستنتج من هنا ان قيمه الديسبيسمنت ايوه في الكوارتر سايكل هي في الثري كوارتر سايكل، صح. ولكن اتجاهها لا. ليه اتجاهها لا؟ لان انا ماشي كده. ده اسمه ايه؟ ساوثرن ايست. يبقى هي متوافقه في القيمه ولكن مختلفه في الاتجاه يا عزيزي يا طالب. خدت بالك من النقط دي؟ نقطه مهمه جدا 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 جدا، تمام. يعني هنا تقول لي ساوثرن جنوب، يعني ايست. لكن هنا يا عزيزي تقول لي نورثن ايست.
هذه الجزئيه مهمه قوي قوي قوي. طب ناخد تريكات، شويه تريكات، معلش شويه تريكات حلوه. مين اقل ديسبيسمنت؟ لما تبقى زيرو، اللي هي السايكل ومضاعفاتها، 2 سايكل، 3 سايكل، 4 سايكل، 5 سايكل. طب السؤال بقى، مين اعلى ديسبيسمنت؟ هاف سايكل لما 2 ار. هتقول لي 3 كوارتر يا دكتوره او الكوارتر اعلى؟ لا، ده روت 2 في ار، روت 2 اصغر، لكن 2 ار اعلى حاجه. خد بالك من النقطه دي. حلو، كلام جميل جدا 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 جدا. كده الحمد لله تاني توبيك خلص بنجاح، وهو الديستنس والديسبيسمنت كمثال على السكيلر والفيكتور. هنروح بقى على ايه بقى؟ مش انت عرفت ان السكيلر تعتمد على القيمه والفيكتور اللي هي الماجنتيود، وعرفت ان الفيكتور تعتمد على الماجنتيود القيمه والاتجاه. هنبدا بقى نتكلم بقى على اساسيات فيكتور، ودي مهمه قوي قوي لطلاب البكالوريا ولطلاب ثالثه ثانوي، فركز معايا عشان الحته دي حلوه قوي قوي قوي. يلا بينا. بعد ما خلصنا التوبيك الثاني بنجاح، جه وقت التوبيك الثالث زي ما انا قلت لك، وتعالى نسمي الله الفيكتور بيزكس. ثالث كونسبت بيعرفك اكتر عن الفيكتور. الفيكتور دي اتجاهات. فخلينا ناكد قبل ما ندخل على اللعبه الجامده دي كده، نقصد ايه بالفيكتور. العلماء قال لك احنا عندنا حاجه اسمها ابعاد، او تطلق عليها بالانجلش dimensions. مش هتغوص معاك في الموضوع ده كتير قوي، كل ما تبدا يعني تتعمق لحد الجامعه هتفهم اكتر. فالعلماء قالوا ان في حاجه اسمها اكس دايمنشن. اكس دايمنشن يعني ان انا ماشي في الاتجاه الهوريزونتال. هوريزونتال يعني افقي، افقي يعني كده بالعرض كده. في حاجه تاني اسمها واي دايمنشن، اللي هي ماشيه في الاتجاه الفيرتيكال، اللي هي اسمها رأسي. ما قالكش رجلي، ما قالكش ايدي. والله اسف، حقك عليا، انا اسف. فيرتيكال ماشي كده، حلو. اللي هي كده سموها واي. ممكن بقى يحصل حاجه غريبه بقى، ممكن يحصل ميكس ما بين الاثنين. على فكره في حاجه اسمها زد دايمنشن، في دايمنشنز تاني، بس خلينا نتكلم اللي عندنا. لما كل ما تتعمق بقى في سنه ثالثه ثانوي مسار هندسي بقى، كلام جميل، تلاقي الكلام ده، او ثالثه علم رياضه. اكس وواي. ممكن بقى حد ذكي يقول لك طب ما انا ممكن يبقى في اكس دايمنشن، وممكن يبقى في واي دايمنشن، وممكن يبقى في حاجه ما بينهم كده، ما بينهم كده، ما بينهم كده، ما بينهم كده. برافو عليك. ازاي بقى نتعامل معاه؟ ده كلام جميل. مين ساعدنا في الرياضه ان احنا نتعامل مع الكلام ده؟ قبل ما اكلمك بقى على ان انا اساعدك في الرياضه، لازم نفرق ما بين تو، ركز بس والله عليك في الجمله دي كويس قوي. two types of algebra. ايه؟ تو ايه؟ types of algebra. التايب الاول اسمه سكيلر الجبرا، ده اللي انت متعود عليه من اولى ابتدائي، اللي هو يهتم بالفاليوز only، اللي هي القيم بس، مش هيسألك على اتجاه. هتقول له 1 بلس 1 يدي كام يا شباب هنا؟ 1 بلس 1 يدي كام؟ ها شباب الكاميرا هنا 2. برافو عليكم شاطرين. حلو. 3 بلس 4 7. 2 بلس 8 10. على فكره العيال بتخاف لما تجاوب على الاسئله دي، ساعات بيجاوبوا عليها غلط. حلو كده، كلام جميل. هذا الالجبرا وبقى التايمز والديفايد اللي انت متعود عليه يهتم بجمع القيم بس، ولكن بقى ده اللي انت متعود عليه. الجديد بقى منه اللي انت هتبدا بقى تتعود عليه في المرحله الثانويه، وده غالبا وفقا للمنهج المسرب من الوزاره، ده اول درس عندك، فيكتور الجبرا. هذا نوع الالجبرا يهتم بالفاليو اللي هي القيمه والاتجاه معا. فده غير قواعد اللعبه، خلى الدنيا اصعب شويه. طب مين اللي ساعدنا؟ عمك بايثاغورس، فيثاغورس. بجد والله فيثاغورس بايثاغورس ده هو الراجل اللي هو بتاع الهايبوتنس. ايوه بتاع الهايبوتنس، هو اللي ساعدنا نجمع قيمه واتجاه والكلام ده. ايوه. طب هل لهذا الفيكتور الجبرا قواعد؟ نعم له قواعد.
طب هل السكيلر الجبرا قواعد؟ طب ما تدهن والمصحف، امال بقى بتعمل ايه من كي جي 1؟ الاديشن والسبستراكشن والتايمز والديفايد والروت، كل ده سكيلر الجبرا. يعني كل اللي انت درسته لحد ما بتسمع الكورس التأسيسي ده معظمه سكيلر الجبرا. لكن الفيكتور الجبرا بقى نبدا بقى تدريسه شيئا فشيئا. طب ناخد قواعد المبسطه. فاذا كده انا فهمتك احنا بنتكلم على ايه. يبقى في سكيلر الجبرا اللي هو بيهتم بجمع القيم بس بغض النظر عن اتجاهاتهم، وفي فيكتور بيهتم بجمع القيمه والاتجاه. فتعالى بقى ندردش في الفيكتور الجبرا رولز. يا سلام يا دكتوره يا جميل. اول قاعده، خلينا ناخد مثال على الفورس. اشمعنى مثال على الفورس؟ حاجه ملموسه، قوه. يعني مثلا لو اتنين بيزقوا حاجه مع بعض هتقول ان قوتهم بتتجمع. طب لو بيلعبوا شد الحبل قوتهم بتطرح. هي الفورس هتفهم لك الدنيا وتبسط لك الدنيا. وليكن يا عزيزي الطالب ان هناك كار، عربيه، وهناك شخص ما بيزق العربيه بقوه، فورس 1، وهناك شخص آخر بيزق العربية في نفس الاتجاه بقوة تانية اسمها فورس 2. طبعا القوتين اللي انت شايفهم او التو فورسز دول احنا شايفينهم في الايه؟ في الاكس دايركشن اللي هي الايه؟ هوريزونتال. طيب هما نفس الاتجاه ولا لا؟ نفس الاتجاه. فيبقى في حاجة اسمها اف نت. اف نت دي ما تخافش يعني توتال، او ما تخافش بيسموها ريزلتنت، محصلة. ما تخافش من المسميات، كلها معناها توتال. يبقى لا اما يقول لك اف نت، لا اما اف توتال، لا اما اف ريزلت. هتعمل ايه؟ هتجمع القوتين اف 1 بلس اف 2. جدع يا دكتور. طب ما دي مش محتاجه فقاقه، بس دي قواعد بجد. طب ثواني بقى يا دكتوره اقول لك انا القاعده الثانيه. طب يا دكتوره لو كان في لعبه شد الحبل وهنا في اف 1 ودي مثلا الكبيره، وهنا في اف 2 ودي مثلا الصغيره، كلام جميل، وليكن دي مثلا 10 نيوتن وليكن دي 8 نيوتن مثلا. الاف نت طبعا الناس كده فهمت يعني نت هتساوي كام؟ الاثنين هوريزونتال، لا بس ده في اتجاه وده في اتجاه، يبقى هنعمل لهم ماينس. نعمل اف الكبير اللي هي هنا 1 ماينس اف الصغير اللي هي هنا 2، فتبقى 10 ماينس 8 تساوي 2. طب القوة الجديدة تبقى في انهي اتجاه؟ اتجاه الاقوى طبعا. كلام جميل. يبقى الاقوى اف 1 يبقى في اتجاه الاف 1 اللي هي تو ذا ليفت. ماشي. طيب تعالى بقى انت طبق لي دول على الواي بقى. الواي وليكن عندي مثلا واحده كده وواحده كده. كلام جميل. او مثلا ممكن اعمل لك بقى بتتكتب بصوره اصيع شويه، بيعملوا كده ويعملوا كده. يكتب 10 نيوتن مثلا، ده النيوتن دي وحده الفورس، ويكتب 5 نيوتن ويروح يقول لك انا عايز اف نت. ومره تاني يروح عامل كده مثلا 5 نيوتن ويعمل مثلا 3 نيوتن ويقول لك انا عايز اف نت. طب يلا بينا. هتيجي تقول لي بسم الله الاثنين فيرتيكال 5 و10 في نفس الاتجاه اب واب، يبقى اذا 10 بلس 5 نجمعهم يبقى 15 نيوتن واتجاههم اب. برافو. طب دول في نفس الاتجاه ولا عكس؟ عكس. طب نعمل ايه؟ ماينس. جدع. نعمل مين ماينس مين؟ الكبير ماينس الصغير، يبقى ال5 ماينس ال3. برافو. تطلع كام؟ 2 نيوتن. النيوتن دي وحده. طب همشي في اتجاه مين؟ الاقوى او الاكبر، يبقى اتجاه فوق. برافو. عارف السؤال الذي يدور في بالك يا عزيزي؟ طب فرضا بقى يا دكتور، فرضا بقى يا دكتوره يا اللي عامل ناصح، جالي واحده فوق واي وواحده هنا اكس. الله، اشتغلها ازاي؟ ما عرفناش بجد بجد، الى ان جاء صديقك العالم بايثاغورس وهو اللي قال لنا، قال لك طبيعي لو انت بتشد يمين وحد بيشد فوق فهتبقى القوه النت حاجه ما بينهم كده اف نت. طب نحسبها ازاي يا بايثاغورس؟ قال لك بعد حسابات مضنيه ومتعبه وجدنا انها بتساوي اللي على الاكس سكوير بلس اللي على الواي سكوير تحت الروت. شاطر شاطر. طب تدينا مثال يا باشا؟ اديك مثال اصعب. يلا بينا، يلا بسم الله. هديك مثال جامد قوي، هديك مثال عسل قوي.
وليكن يا عزيزي ده 10 نيوتن، وليكن يا صديقي ده 6 نيوتن، وليكن يا صديقي ده 7 نيوتن، وليكن يا عزيزي ده 4 نيوتن. بسم الله. الأول عايزين نبسط هذا الشكل ونجيب من هذا الشكل سؤال اهو افنت. هتقول لي يا دكتورة ازاي ده صعب جدا؟ هقول لك لا 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 لا، قسم المسألة بجد. والله قسم المسألة. طب اقسمها ازاي؟ تقول لي الاول نخلص اللي على نفس اللاين مع بعض. يعني ما ينفعش تاخد ده مع ده وده مع ده عك كده، ده عته فيزيائي، ده بله فيزيائي، ده بله مغولي. تمام؟ حلو كلام جاي. هنا لو عملت كده تاخد ده مع ده وده مع ده وده مع ده من قبل ما تبسط في المساله كده، الشيطان عمل لك بيبي في دماغك. خلاص خرب، الشيطان اتدخل في الموضوع. طيب ايه الصح؟ اخد اللي على نفس اللاين مع بعض. تقول على نفس اللاين. طيب 7 و4 مش في نفس الاتجاه، دول عكس الاتجاه. همشي مع الاقوى يبقى ال7، بس اعمل لهم ماينس يبقى 7 ماينس 4 يدينا 3. يبقى اذا في 3 نيوتن ماشيه كده في اتجاه الكبير، وكده لغينا الاثنين دول. طيب هنا 10 و6 همشي مع الاكبر يبقى 10 ماينس 6 يدينا 4، وهتمشي في اتجاه الكبيره فوق. كده بسطناها، برافو جدا. بعد كده نعمل ايه بقى؟ عايزين الريزلتنت او التوتال، يبقى ده التوتال ما بينهم اللي هو اسمه اف نت. اف نت بقى تتحل بقى ازاي؟ خلاص بقى هنا ما هم دول بيربنديكولار فورسز، واحده اكس وواحده واي. تبدا بقى تحلها ايه؟ اف نت، فتبقى روت اللي على الاكس سكوير اللي هي 3 سكوير بلس اللي على الواي سكوير اللي هي 4 سكوير، تحت الروت تطلع بعد كده الاجابه 5 نيوتن. طب اتجاهها ايه؟ ده نورث وده ايست، نقول عليها ايه؟ نورث ان ايست. سلام. وصلت. تعالى نشوف بقى لعبه مع بعض. 10 20 صح، نفس الدايركشن. 10 نفس الدايركشن بس كده، 20 بس كده. حلو. 10 و10 عكس بعض، صفر. لعيب ولا حرام؟ هيكنسلوا بعض. طيب 10 و10 لا استنى، 10x و10y انت عارف دي تبقى عامله ازاي؟ كأن في هنا 10، ايوه، وكأن في هنا 10، يبقى دول 2 بيربنديكولار فورس. جدع اللي بيقول تتحل بايثاغورس، صح. فيبقى ال 14.1 دي جايه منين؟ روت 10 سكوير بلس روت 10 سكوير تحت الروت. روت 10 سكوير بلس 10 سكوير تحت الروت. كلام جميل. طيب تعالى بقى هنا، ده يمين وطبعا هيطلع الاتجاه كده. طب ده يمين وده تحت، يبقى واحده يمين اللي هي 10 و10 تحت. طب ما دول 2 بيربنديكولار فورس، تتحل بايثاغورس تطلع نفس القصه. طبعا ادي الاكس فيكتور والواي فيكتور والبربنديكولار زي ما احنا قلنا. الحته اللي انا قلتها لك دي هنستخدمها بصوره قويه جدا كاساس. يبقى الفيكتور بيهتم بجمع القيمه والاتجاه، نفس الاتجاه بلس عكس الاتجاه ماينس، بس يبقوا نفس اللاين. بربنديكولار بنشتغل بايثاغورس زي ما احنا قلنا يا عزيزي الطالب ويا صديقي الطالب. وكده خلص التوبيك الثالث بنجاح. كلام جميل. انت ماسك الموبايل بتعمل ايه؟ ركز يا ابني، سيب اللي في ايدك ويلا ركز معايا. الفيزياء محتاجة تركيز مش موبايل. تعالى بقى بينا بعد ما خلصنا الجزء ده ندخل على التوبيك الرابع. التوبيك الرابع بيتكلم على حاجة مهمة قوي، وهي حاجة اسمها فري فول اكسلريشن. عذرا يعني لو شفتني بزك شوية عشان ما حدش يقول لك ايه الدكتور سكران على البورد، والله ابدا ولا حاجة. ولكن يا عزيزي بمنتهى البساطة الكورسين بيتسجلوا في وقت اراد ربنا فيه ان انا يحصل لي قطع جزء في وتر الرجل، يعني الحمد لله. يعني حصل اصابة كده وخياطة في الرجل، فعايز اقول لك بقى نغير الشوز، امشي حافي شوية الاقي رجلي وجعتني. ولكن بما اننا ملتزمين بوقت وخطة فاحنا لازم نيجي على نفسنا عشان خاطر يتسجل الكورس. فلو لقيتني بزك كده ما تركزش في الزك قوي. كلام جميل. حلو. اول حاجه بمنتهى البساطه وهو فري فول اكسلريشن اند جرافيتي. الفكره يا عزيزي ان كل كوكب ربنا خلقه، كل بلانت ربنا خلقه له نصيبه من الجاذبيه. الجاذبيه جايه بسبب بعض المعادن المنصهره موجوده فيه، بسبب ان الاجسام الكبيره بتشد بعض باتراكشن فورس، فله نصيبه من الجاذبيه سميناها جرافيتي، وادينا لها رمز الجي، واكتشفنا انها احد انواع الاكسلريشن. طب يعني ايه احد انواع الاكسلريشن؟ يعني بتسرع الجسم. ليه؟ لانك لو جبت حاجه تقع من فوق وتنزل تحت هتبص تلاقي بتقعد تسرع لحد ما تخبط في الارض. وكل كوكب بقى ليه الجاذبيه بتاعته. فالارض بتاعتنا
الجرافيتي بتاعتها 9.8 متر بير سكند سكوير. طب عايزين نفهمها بس قبل ما نفهمها نفهم قصتها. قصتها كانت انه كان يا مكان يا ساده يا كرام، وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاه والسلام، كان هناك شجره وكان يجلس تحت الشجره يا عزيزي هذا الشخص اللي كان شعره عامل كده، وكان اسمه نيوتن. وكانت هناك تفاحه حمراء، فوقعت التفاحه الحمراء على راس نيوتن، فقال نيوتن لماذا لم تقع التفاحه الى الاعلى ووقعت الى الاسفل؟ هتقول لي طبيعي تقع الاسفل، هو الراجل سال بس يعني فاهم قصدي؟ سال وقدرنا، فاهم يعني احنا كلنا لما الحاجه بتقع ورق الشجر بيقع وتشوفه وبندوس على عادي. الراجل قال لك ايه؟ ليه وقعت التفاحه لتحت؟ ليه ما اتعلقتش؟ قال لك ايه اللي بيشدها؟ فوجد ان هناك جاذبيه للكوكب. قال لك طب ما عارفين. قال لك ليه ما نقيسهاش؟ وهل التفاحه كل ما تنزل سرعتها ثابته ولا بتزيد؟ ولا بتزيد؟ بقد ايه؟ نحسب نعمل، فوجد لنا قوانين وهنتعلمها دي، الجاذبية والحركة. يا صلاة النبي أحسن، بجد هناخدها ما تقلقش. بس هو الراجل راح بقى درس لكوكب الأرض الجرافيتي بتاعته ولقاها 9.8 متر بير سكند سكوير. يعني إيه؟ يعني التفاحة لما بتيجي تقع من الشجرة لحد ما توصل لسطح الأرض، كل ثانية بتعدي عليها سرعتها بتزيد 9.8 متر بير سكند لكل سكند. عشان كده قلنا متر بير سكند سكوير. طب لو عدى عليها ثانية كمان تزيد 9.8، طب لو عدى عليها ثانية كمان تزيد 9.8، وهكذا لحد ما تصطدم بالأرض. تمام؟ بس طب ليه اتسمت فري فول اكسلريشن؟ لان بمنتهى البساطه لو معايا قلم كده وهذا القلم قررت ان انا اسيبه، فلما اسيبه القلم هيبدا يعمل ايه؟ يقع. انا عايز اجيب حاجه بسيطه كده اهي منديل اهو منديل بنمسح فيه، ما تخافش مش نافين فيه يعني بنمسح بيه ايه؟ الكاميرا. كلام جديد اهو، هذا المنديل اهو دلوقتي الفي انيشال السرعه البدائيه بتاعته 0. هسيبه، بص 1 2 3 اوبا وقع. ايه اللي شده لتحت مع انه منديل خفيف؟ ان هو تعرض للجرافيتي، فكل ثانيه بتعدي عليه سرعته بتزيد ب 9.8. عشان كده لو حد وقع من الدور الاول لا قدر ربنا يعافينا ممكن يتعور، لكن من الثاني يتعور اكتر، من الثالث ممكن يموت، من الرابع ممكن يموت اكتر. فاهم قصدي ازاي؟ يتعور يعني الالم يبقى اكبر، من الخامس وهكذا. ليه؟ لان كل ثانيه بتمر عليك في الجو حلو بتبدا سرعتك تزداد بسبب الجاذبيه، فسميناها فري فول اكسلريشن. تعال نشوف كده ايه معناها. تعال اقول لك، لما تبقى واقف في البلكونه في الدور الثاني وتمسك حاجه وترميها في الشارع بتلاحظ ايه؟ بتلاحظ ان الوقت اللي خدته من البلكونه في الدور الثاني لحد الاول اكبر من الوقت اللي خدته من الاول للارض. ازاي؟ يعني مثلا حد واقف كده في بلكونات كثيره، ودي دور ودي دور ودي دور ودي دور ودي دور ودي دور ودي الدور الاخير. فهو الراجل سي انه واقف هنا وراح رمى حاجه عشان يرازي حد ماشي في الشارع. ليه يا ابني؟ مش عارف. فهنا هتاخد وقت طويل، هنا الوقت هيبقى اقصر، هنا اقصر، هنا اقصر، هنا اقصر. ليه؟ لان كل مدى الفيلوسيتي بيجرى لها ايه؟ بتزيد. طب بتزيد ليه؟ لان الارض عماله تشد كل ثانيه بتعدي عليك سرعتك بتزيد ب 9.8 متر بير سكند. فده اللي بيخليك سرعتك بتزيد بسبب ايه؟ الجاذبيه. تمام؟ فعشان كده قلنا ان انت بتبدا لو ما تبدا ترمي الحاجه بيبقى في انيشال بصفر، ولما قبل ما تخبط في الارض على طول، مش بعد ما خبطت. لو خبطت هتصطدم بالارض وهتقف، قبل ما تخبط بيبقى الفي ماكسيمم، لان بتبقى الجاذبيه بتقعد تشدها. طيب كل كوكب بيعمل كده، كل كوكب بيعمل كده. طب كوكب الارض خصيصا بيعمل كده بقيمه ثابته تساوي 9.8 متر بير سكند سكوير. سميناها بقى ايه؟ جرافيتي، ماشي. جرافيتيشنال اكسلريشن عشان بتديك سرعه، ماشي. فري فول اكسلريشن، ماشي. لان انت بمنتهى البساطه لما نيجي نبص على الراجل الجميل ده كده وهو بيقع من فوق، ايه اللي بيشده لتحت؟ ان الارض بتقعد تشد كل ثانيه بتمر عليه في الجو تزيد سرعته 9.8 متر بير سكند. طب عدى ثانيه كمان تزيد 9.8، يعني بعد ثانيه تبقى 9.8، ثانيتين تبقى دول لو جمعتهم يدوك 19.6. ثانية كمان تزيد 9.8، ثانية كمان تزيد 9.8، بمعدل ثابت لأن جاذبية الأرض واحدة هتساوي 9.8 متر بير سكند سكوير.
ده بقى اللي بتعمله جاذبيه الارض. طب لو كان هذا الرجل في السبيس في الفضاء مفيش حد بيشده، تبقى الجرافيتي صفر، مفيش حد يسرع. كلام جميل. فيجي لنا سؤال خطير، يجي يقول ايه بقى مثلا؟ يجي يقول مثلا مثلا يعني بوكس تمام كده falls freely from a plane. انا مش هحل المساله، ولكن اقول لك على فكره كده تيجي on earth. تمام كده. الجمله دي معناها ايه؟ ان هناك طائره، هرسم لك طياره كده رسم سباعي الابعاد. يا سلام يا دكتوره، انا مش عارف ليه قلبت على سمكه قرش، ولكن ما علينا. ورمينا منها بوكس اهو، ده بوكس اهو. كلمه فولز فريلي ان انا ما رحتش ما مسكتش البوكس كده رحت ورمي، لا انا فولز فريلي لان انا وقعته سقطته بس سبته ينزل. فده معناه ان الفي انيشال بصفر. ودي كده الارث سيرفيس. انت بقى دارس طبعا على فكره في سنه تانية ثانوي نظام قديم وما نعرفش البكالوريا لما المنهج ينزل درسوا ازاي بنحسب الجاذبيه. حلو كده. وتانية ثانوي اللي داخلين هيدرسوا ده. حلو كده، اللي هو نظام قديم. بكالوريا لسه هنشوف المنهج. احنا عارفين ان الجاذبيه بتاعت الارض ب 9.8. طبعا في تانية ثانوي نظام قديم بكرر ان هو هيعرف ازاي بنحسب الرقم ده، وبكالوريا اكيد هتعدي عليه، بس احنا لسه المنهج مش قدامنا. حلو. فده رقم الجرافيتي بتاعت الارث. البوكس الاول سرعته صفر. طيب لو عدى عليه ثانيه سرعته هتزيد كام؟ 9.8 متر بير سكند. طب بعد ثانيه كمان هتزيد 9.8، بعد ثانيه كمان هتزيد 9.8 لحد ما قبل ما يخبط في الارض سرعته تبقى ماكس. لو جه حد سالك يقول لك هو ليه سرعته هتزيد، هتقول له بسبب الفري فول اكسلريشن بتاعه الارض. وده كونسبت مهم قوي 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 قوي. وكده يبقى احنا يا عزيزي خلصنا التوبيك الرابع. بس قبل ما ننهي على التوبيك الخامس هنروح نشوف فيديو اي اي ياكد لنا على نقطه مهمه تخص الفري فول اكسلريشن، ونرجع مره تاني. يلا بينا. انا فري فول. لما تسيبني اقع براحتي سرعتي الابتدائيه بتبقى صفر، بس طول ما انا نازل سرعتي بتزيد عشان الجاذبيه بتشدني لتحت بيونيفورم اكسلريشن. جينا لك بقى في الكونسبت الخامس او التوبيك الخامس، وهو فرق خطير جدا بيوقع طلبه كتير جدا جدا جدا، وهو الفرق ما بين الماس والويت. واحنا بالذات في مصر هنا عندنا لغط كبير قوي، لان الماس اللي المفروض ترجمتها باللغه العربيه كتله، ودي اللي بتتقاس بالكيلو جرام. بس انت للاسف لما بتروح للصيدليه وتقيس الماس بتاعتك بالكيلو جرام بتقول له وزن، ودي غلطه. ليه بقى؟ لان الويت ترجمته باللغه العربيه وزن، وبيتقاس بيونت اسمها نيوتن، لانه احد انواع الفورسز. فانت بتقول لي انا وزني 50 كيلو جرام، اصلا غلط. 50 كيلو جرام ما اسمهاش وزن، اسمها كتله. بس انت هتروح للصيدليه تقول له انا عايز اقيس كتلتي يعني مش فاهم، هيجري وراك يعني، فهيبقى الموضوع صعب قوي. كلام جميل، ولكن احنا يعني لغه دارجه ما بيننا بنقول وزن، لكن لا، هي الماس ترجمتها كتله والوزن ترجمته ويت. ايه بقى الفرق ما بينهم؟ بيقول لك خامس كونسبت بيوضح الفرق ما بين الماس والويت. اول حاجه نتكلم عنها هي الماس. مثلا لما تيجي توزن نفسك، يعني حتى بص بنقولها باللغه الدارجه بتاعتنا، تلاقي الماس بتاعتك 50 كيلو جرام. طب لو وزنت نفسك فوق القمر هتخس؟ لان الماس دي عباره، لا مش هتخس، لان الماس دي عباره عن كميه اللحم والعظم جوه جسمك، لا هتتخن ولا هتخس ولا يجراك حاجه، فتفضل ثابته. لكن في بقى حاجه تاني اسمها الويت. الويت ده مش بيشوف بس كميه اللحم والعظم جوه جسمك زي الماس، امال بيعمل ايه؟ الويت ده بيشوف قوه حب الكوكب ليك، يعني بيشوف الكوكب بيجذبك بقد ايه، فياخد الماس بتاعتك يضربها في جاذبيه الكوكب اللي انت عايش عليه. فبالتالي لو الكوكب اختلف الويت يختلف، لانه بيساوي الماس بتاعتك في الجرافيتي. طب الجرافيتي دي بتختلف وفقا للكوكب، فلو اختلفت الكوكب اختلف الجرافيتي يختلف الويت، لكن يظل الماس كما هو. طب توضيح اكتر لو قلنا ان انا عندي واد سمين جميل كده عسل. يا سلام يا دكتوره، ايه الحلويات دي؟ بص يا باشا، بص الرسم. ها، ايه رايكم في الرسم يا شباب؟ ايه رايكم في الرسم هنا في الاستوديو؟ حلو؟ مش الحمد لله، قال لك تحفه ان شاء الله. حلو كلام، انا متاكد ان هم بيجاملوني. فعايزين نحسب الماس. في رابعه ابتدائي كان يقول لك الماس ايه؟ جمله كده محفوظه: amount of matter that the object contains، واحنا بنبصمجها دون اي فهم. طب ما الترجمه هتفهمها. كميه الماده جوه الجسم، يعني هو عنده هنا دهون قد ايه ولحمه قد ايه وعظم قد ايه،
كميه الماده اللي متركزه في جسمه. وهنا محتاج الواد ده محتاج يخس شويه من هنا عشان كانوا جايبين هي اهو. دي بقى مش هتتغير. نزلت تحت الارض، طلعت فوق السماء، طلعت الدور العاشر، رحت المريخ، رحت القمر، هو كميه اللحم والعظم جوه جسم واحده، فدي يطلق عليها ماس. خد بقى القاعده دي كده، is constant anywhere، في اي مكان واي زمان. مش اي زمان بقى، حسب انت هتخس ولا مش هتخس، لكن في نفس اللحظه الماس دي كونستنت في اي مكان، ما بتعتمدش ان انا غيرت المكان بتاعي، وتقاس بوحده اسمها كيلو جرام، ولا تعتمد على الاتجاه، فعشان كده سكيلر. لكن الويت بيقول لك ايه بقى؟ بص الويت بيقول ايه بقى يا شباب؟ الويت بيروح جاي واخد راس الواد كده اهو، مش ده الواد اللي احنا لسه راسمينه من شويه اهو؟ ايه رايكم في الرسم؟ ها اهو، ما اديتوش رايكم يعني في الرسم؟ ما اديتوش تحفه؟ ماشي حلو. هياخد الماس دي كده ويروح يشوف الكوكب اللي الواد ده عايش عليه بيشده نحو السنتر بتاعه بجاذبيه قد ايه، ولما يشده كده بجاذبيه يبدا نقول ان الويت بيساوي الماس بتاعه الشخص في الجرافيتي بتاع الكوكب اللي هو عايش عليه. عشان كده انا بقول للطالب بتاعي دايما ايه عشان يفتكر؟ قوه حب دي يعني جذب الكوكب ليك. بتنشأ بينك وبين الكوكب علاقة غرامية، بيحبك وفقا للجاذبية اللي ربنا اداها له، فكل ما جاذبيته عالية شدك أكتر. تبقى كده الويت ده فيكتور. اشمعنى مش سكيلر؟ لأنه يختلف حسب الكوكب على فكرة، أو المكان. إزاي؟ يعني انت لو على الكرة الارضية على سطح الارض زي ما تبقى فوق قوي، لا، كل ما بعدت عن السنتر بتاع البلانت، لان الجاذبية تبقى حسب سنتر البلانت زي ما هتدرس، كل ما الجرافيتي قلت، وكل ما قربت من السنتر كل ما الجرافيتي زادت. فلازم تفرق. وبما ان ده قوة يعني فورس، يبقى يا عزيزي لازم تعرف ان هو بيتقاس بوحدة اسمها نيوتن. بسرعة يا دكتور الحقني بتطبيق اهو، تطبيق عملي. ده شخص الماس بتاعته 70 كيلو جرام، كمية المادة جوه جسمه اللحم والعظم ثابتة في أي مكان سكيلر. طيب لو أنا جيت أبص على الماس برضه 70، طب الكوكب اللي عايش عليه الأرض ده بيشده بجرافيتي كام؟ 9.8 أو 10. طب لو أنا عايز الويت، هاخد الماس بتاعته أضربها بجاذبية الكوكب اللي عايش عليه اللي هي قربناها 10، فتطلع 700. طب الماس بالكيلو جرام، اقول الويت بالكيلو جرام ولا بالنيوتن؟ بالنيوتن، وهي فيكتور. طب ناخد مثال تاني. ماشي اتفضل. هناك شخص اسمه وليكن مثلا احمد. الماس بتاعت احمد 95 كيلو جرام. حلو، بياكل بط كتير احمد. وجد احمد في 3 اماكن. ماشي، تبقى ناخد احمد هنا او 3 اماكن نرسمهم. ادي مكان، ماشي، وادي مكان، وادي مكان، ماشي، 4 اماكن. خلينا نقول 4 اماكن. المكان الاول كان احمد يعيش على سطح الارض. طبعا حضرتك عارف ان الجرافيتي بتاع سطح الارض بتاع الارث مثلا 9.8 متر بير سكند سكوير. اسمح لي اقربها، خليها 10. اسمح لي يعني. ويبقى ده كده على الارث. تاني حاجه، احمد راح على سطح القمر، المون، ومن معلوماتك ان الجرافيتي بتاعت المون اقل من جرافيتي الارث ب6 مرات. 1/6 من جرافيتي الارث. ثم ذهب احمد على جوبيتر. ثم ذهب احمد في الفضاء، سبيس. كلام جميل. تعالى بقى كده نمشي واحده واحده. فعندنا بقى تشالنج. ايه هو التشالنج؟ ان انا عاوز الماس والويت
بتاع احمد في كل رسمه من دول. اول خطوه هيجي الطالب الذكي يقول لي الماس لا يعتمد على المكان لان احمد هو ولحمه هو وعظمه هو. فالماس بتاع احمد على الارض يبقى 95 كيلو جرام، الماس بتاع احمد على القمر يبقى 95 كيلو جرام، الماس بتاع احمد على جوبيتر يبقى 95 كيلو جرام، الماس بتاع احمد في السبيس يبقى 95 كيلو جرام. لماذا يا صديقي؟ لان الماس لا يعتمد على المكان وهو يمثل كميه اللحم والعظم الموجوده في الكرش والكتف والراس والرجل، فلم تتغير في الاربع حالات، فالماس تفضل ثابته. لكن الويت هو قوه حب الكوكب ليك، فيعتمد على مين؟ على الماس بتاعتك اللي هي ثابته في الجاذبيه بتاع الكوكب اللي انت عايش عليه. فالويت هنا على الارض هيساوي ام في جي، فهناخد الماس 95 نضربها في نقول 10 تقريبا بتاعه الارث تطلع 950. ايه بقى؟ مش كيلو جرام، هتبقى نيوتن، لانها قوه جذب، قوه شد، قوه حب. كلام جميل. طب لما اجي بقى اجيب الويت بتاع احمد على القمر هل يظل كما هو؟ تقول لي والله الحسابه تحسب معانا، ناخد الماس بتاعت احمد في جاذبيه القمر اللي هو موجود عليه. كلام جميل. فتقول لي الماس بتاعت احمد 95، جاذبيه القمر 1/6 من جاذبيه الارض. طب جاذبيه الارض نقول 10 على 6 صح كده؟ تطلع معانا 950 على 6 نيوتن. طب لو انا عايز الماس بتاع احمد على جوبيتر مفيش مشكله، هي. طب عايز الويت بتاع احمد على جوبيتر، تقول لي الويت على احمد بتاع احمد على جوبيتر بيساوي ام في جي. يبقى الفرق بين الماس والويت، الماس كميه اللحم والعظم جوه الجسم بتاع الانسان وهي ثابته او جوه اي ماده، ولكن الويت بيساوي الماس مضروبه في جاذبيه المكان اللي انت فيه. على فكره لو انت في كوكب الارض فوق الجبل وتحت الجبل وعلى سطح الارض هتختلف اختلاف بسيط، فالويت هيختلف. ما دام الجاذبيه اختلفت الويت يختلف، لان كل ما تبعد عن سنتر البلانيت كل ما الجرافيتي بتقل. حلو. فالويت هيساوي الماس بتاع احمد 95. جاذبيه جوبيتر بقى هو اعلى الكواكب جاذبيه، فالجاذبيه بتاعت جوبيتر 2.5 مرات قد الارث. كلام جميل. حلو. يعني والارث 10 نقول تقريبا يبقى 2.5 في 10 هتبقى تقريبا 25، هي 24.7. طبعا اليونت متر بير سكند سكوير، هتبقى 25 وتبقى الوحده بالنيوتن. كلام جميل. حلو. تطلع تقريبا في 25 تطلع 2500 او 2400 وشويه. كلام جميل. حلو. هنا الماس بتاعت احمد بكام؟ ب 95. طب الويت هتقول لي خلاص الويت بتاع احمد هيساوي الماس بتاع احمد في جاذبيه المكان اللي هو فيه، والمكان اللي هو فيه هو السبيس. ولكن يا صديقي انت تعلم جيدا ان الكواكب غير الفضاء. في ناس عندها خلط فاهمه ان الفضاء هو كوكب، لا، الفضاء هو المساء السبا السوداء او الفراغ الاسود اللي ما بين الكواكب، وهذا الفراغ الجاذبيه بتاعته بصفر. فعشان كده احمد محدش هيشده في الفضاء، محدش هيحبه، هيفضل معلق. فتبقى الماس بتاعت احمد في الجاذبيه بتاعت السبيس فتبقى 95 باي 0، فتبقى 0 نيوتن. محدش بيحبه، محدش هيشده. يا نهار ابيض. عشان كده ده الفرق الخطير ما بين الماس والويت. اوعى تنسى الفرق ده، وتعالى نأكد عليه في فيديو اي ونرجع. يلا بينا. أنا الماس، أنا ثابت ما بتغيرش. في الأرض، في القمر، في المريخ ثابت بقولك. أما أنا الويت، أنا بتاع مصلحتي، أنا قوة جذب الأرض للجسم. اتغير من كوكب لكوكب حسب الجاذبية. وكده الحمد لله خلصنا التوبيك الخامس. نروح على آخر التوبيك اللي قبل الأخير وهو الورك. الورك يعني الانرجي، ودي نقطة مهمة أوي. سادس كونسبت معانا هو المجهود اللي ببذله، مش القوة. في فرق ما بينهم وهقول لك دلوقتي. ده مجهود ببذله وبلمسه على أرض الواقع. إزاي يعني الكلام ده؟ يعني بمنتهى البساطة، لو أنت طلبت مني أروح جاي بكل قوتي وأزق الحيطة دي، فهبدأ أعمل كده وأزق الحيطة جامد، فبذلت قوة عضلية. لكن هل الحيطة اتحركت؟ لا. فتقول عليا في الحالة دي إن دكتور محمد عنده فورس، بس ما ترجمتش الشغل ورك. يعني إيه ده؟ يعني في فرق بين الفورس والورك؟ فورس القوة اللي أنا بعملها، عملت قوة، حركت الحيطة، لا، يبقى ده مش ورك. لأن الورك عشان نقول إن في ورك لازم يتوجد حاجتين.
فورس وهي موجوده الحمد لله ده اهو حلو كده، وتبدا تحرك الجسم ديسبليسمنت. فلما جيت ازق الحيطه عملت فورس فكانت الفورس موجوده بس الديسبليسمنت ما كانتش ايه موجوده، فما فيش ورك بجد. فدي نقطه مهمه. تعالى كده ناخد مثال. الشكل ده يقدر يبين معانا الولد اللعيب ده راح جاب الوزن من تحت رفع فوق، يبقى عمل فورس لفوق وحرك الحديد من هنا لهنا ديسبليسمنت. فالحاله دي حصل فيها ايه؟ ورك. برافو، فورس ديسبليسمنت. طيب الولاد دي كده بتشد الحيطه اتشدت. تعال نشوف، هو عمل فورس، الاتنين عاملين فورس. هل الحيطه اتحركت؟ الاجابه لا، الديسبليسمنت بزيرو. خلاص ما دام الديسبليسمنت بزيرو يبقى الورك اصبح زيرو. كلام جميل. طيب هنا الولد بيشد بوكس فيه فورس وفيه ديسبليسمنت، يبقى فيه ورك. يبقى اذا يشترط الورك ان يبقى فيه ديسبليسمنت. طب اميزه ازاي تاني؟ تميزه باليونت، ان الورك يقاس بيونت اسمها جول، والفورس تقاس بيونت اسمها نيوتن، والديسبليسمنت تقاس بيونت اسمها متر. فلو لقيت اليونت بالنيوتن يبقى دي فورس، ولو لقيت اليونت بالجول يبقى ده ورك. يبقى عشان اقول ان انا في ورك بيتعمل لازم يبقى في فورس قوه، وهذه الفورس تترجم انها تحرك الجسم ديسبليسمنت. هديك مثال. احيانا والدتك بتيجي في العيد كده الوقفه، بدل ما نروح جايبين مثلا ايه قاعده كده جميله ونقعد قاعده جميله وحلوه ولذيذه، بنبدا نعمل ايه؟ نشيل السجاجيد ونزق الدواليب، مش عارف ايه الحكمه، ونحرك السفره ونعمل. فبتيجي والدتك ربنا يديها الصحه والعافيه يا رب، تبدا تزق ما تعرفش، فتقول لك يا واد خلي عندك دم يا واد يا جاحد، زق معايا. طب ليه ما عرفتش؟ هي والدتك بكل قوتها زقت السفره ما عرفتش. فليه استعانت بيك؟ لانها عملت فورس بس ما ترجمش الورك. هي عايزه تحرك الحاجه، ففيش ورك اتعمل. بالنسبه لنا مهما زقت هتقول لها ايه ده؟ ما الحاجه مكانها، انت ما عملتيش حاجه. فبتستعين بيك عشان تزود الفورس. فلما تزود الفورس اللي بتتعمل تبدا تحرك الجسم. اول ما يتحرك يبقى فيه ورك. يبقى الورك مرتبط دائما بالحركه. وعشان ابسط المفهوم اكتر تعالى نرجع نشوف الفيديو ده AI يوضح لنا النقطه دي ونرجع. يلا بينا. يا جدعان مش أي فرهدة وتعب تسموه ورك. لو فضلت تزق حيطة للصبح وما اتحركتش يبقى الورك بزيرو. أنا الورك الحقيقي. لازم الفورس تحرك البادي ديستانس. كده خلصنا الكونسيبت السادس. طبعا انا مش عايز ادخل معاك في دوامات كتير، انا بديك بعض المفاهيم اللي لازم تبقى موجوده عندك قبل ما تدخل سنه تانية سنه، اللي هو بس لما يتقالك في المنهج ورك جرافيتي فري فول اكسلريشن انيشيال فيلوسيتي ليب زيرو في الفري فول، تبقى انت عندك خلفيه الفرق بين الفورس انها بالنيوتن كده. لكن كل ده هيدرس باستفاضه في كل درس، ولكن اصبح معاك على الاقل المصطلح عندك فكره عنه، مش كنت ابيض تماما. نيجي لاخر كونسبت عندنا واخر توبيك، وهو الكاينيتيك انرجي والبوتنشال انرجي والميكانيكال انرجي. اولا انا عايز اكد عليك ان الورك يا عزيزي يقاس بالجول، وكذلك الانرجي يا عزيزي تقاس بالجول. بجد بجد. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ابدا، ان الورك ده ممكن يبقى انواع. يعني انا ممكن اعمل ورك فحرك بيه جسم، فاقول ان الورك بتاعي راح في صوره كاينيتيك انرجي حركت الجسم. وممكن اعمل ورك كده اروح شايل حاجه من تحت لفوق وارفعها كده، فيبقى ده اسمه بوتنشال لانها ما اتحركتش، هي مرفوعه فوق على ايدي. وممكن اعمل ورك عشان احرك احبال الصوتيه فاكلمك، فيبقى الورك في صوره ساوند. ممكن يبقى في ورك يطلع في صوره ضوء لايت. ممكن ورك يبقى ميكانيكال. ممكن الورك يبقى هيت انرجي، يعني بيتقاسوا بالجول، ولكن الورك ممكن ياخد اكتر من شكل. هناخد منه 3 اشكال مهمه لازم تبقى عارفها. اول شكل منهم الكاينيتيك انرجي. جسم عنده طاقه، عمل شغل، الشغل ده مش شرط حد يزقك، ممكن انا اكون واكل اكله حلوه تمام احرقها جوه جسمي، الناس بتوع البيولوجي بقى الاي تي بي والحرق والجلوكوز والدنيا، اطلع طاقه اتحرك. فاذا تحركت يقال عندي كاينيتيك انرجي. ودي الانرجي بوسست يعني جيند اللي بيكتسبها الجسم بسبب حركته، ان هو بيتحرك. كلام جميل اهو.
يعني اي جسم بيعمل شغل اثناء ما بيتحرك يبقى عنده كاينتيك. الولد اهو ماشي بعجله، البنت دي بتجري بالشكل ده كده، حلو، يبقى دي انرجي جين دي ديورنج الموشن، زي الراننج مان، زي العربيه اللي بتتحرك، زي حركه شلالات الميه، زي حركه الالكترون. وهذه الكاينتيك بتعتمد على الاتي: هاف ده رقم ثابت هيبقى ليه استنتاج لما نجيله سنه ثانيه، سنه نظام قديم او بكالوريا، حلو، والام هي الماس بتاع الشخص، والفيلوسيتي هي السرعه اللي بيمشي بيها معموله سكوير. فكل ما الماس زادت كل ما بقى عندك ان فهمنا ان انت بتبذل طاقه عاليه عشان تتحرك، وكل ما سرعتك زادت تبقى انت عندك كاينيتيك انرجي عاليه. كلام جميل. يعني مثلا لو انت عربيه ماشيه بسرعه 50 وعربيه ماشيه بسرعه 100، مين عنده كاينيتيك اعلى؟ اللي ماشي بسرعه 100. طب تحسب ازاي؟ ابدا، لو افترضنا ان هذا الولد بالعجله الماس بتاعتهم مثلا 100 كيلو جرام، ماشيين مع بعض بفيلوسيتي يعني ماشيين بسرعه 4 متر بير سكند سكوير، سوري بير سكند. عايز اجيب الكاينيتيك انرجي اللي عند الولد ده، هقول هي هاف الماس في الفيلوسيتي سكوير. هنزل الهاف، هحط الماس بتاع الولد بالعجله اللي هي تعتبر 100، هحط الفيلوسيتي اللي هي 4 وما انساش اعمل لها سكوير. طب نمشي واحده واحده. هاف 100 يعني يدينا 50 يا عزيزي، 4 سكوير يعني تدينا 16، يبقى 50 باي 16 تطلع تقريبا 800. ايوه الله 800 تطلع 800 جولز. وصلت؟ وتقاس بوحده اسمها جول. ولكن ما تديش لاي حد كاينيتيك انرجي الا اذا كان يتحرك. طب هل في نوع تاني من انواع الانرجي؟ في بوتنشال انرجي. ازاي يعني؟ اروح جاي كده مثلا عايزين نجيب ايه حاجه وزن كده، او مثلا القلم ده مثلا اهو، حلو، اروح شايل القلم ده من تحت كده اهو، لا مع انه ايه رفيع، روح شايله من تحت كده ورفعه فوق كده. انت بتهزر يا دكتور؟ والله العظيم. الطاقه مش انا القلم ده اهو، القلم ده كان تحت اهو، رميته تحت اهو، انا هعمل ايه؟ هعمل مجهود عشان اجيب القلم من تحت كده واروح طالع لفوق. طب نجيب لهم حاجه تقيله اكتر شويه، الفازه دي مثلا، اي حاجه، او اي حاجه بتاعت المايك يا عم، مش همنتج اهي، وهنجيب لك الفازه يا عم عشان تقتنع اهي. حلو قوي، كلام جميل. بص يا سيدي، ادي الفازه اهي تقيله، شوف حشينا حديد عشان تقتنع. حلو، كلام جميل. هروح رافعها كده من تحت لحد فوق. طب ما انا برفعها عكس الجاذبيه، الطاقه اللي انا عملتها اتخزنت فين؟ جواها في صوره بوتنشال انرجي، بدليل ان انا مش هقدر اعرف ماسكها كده فتره طويله، ولو سبتها هتقع بسبب الجاذبيه. يا جدع، يبقى انت عملت شغل عشان تطلعها. فالشغل اللي انت خزنته جواها هيرجع يتحول كاينتيك. يا عم مش مصدقك، انت بتشيل فازه برفع ايدك كده، خلاص بقى انت اضطريتني بقى بالتقيله بقى. زرعه اهي اهو، عايز ايه تاني؟ اروح رافع الزرعه كده فوق. بص اقتنعت كده؟ يا دكتور اقتنعت. لازم حاجات كبيره، ما ينفعش معاك حاجات صغيره. روح رافع الزرعه كده لفوق. فرفعناها فوق. مش انا مخزن؟ هل اقدر اقف كده؟ يا شباب؟ على فكره انا اقدر يعني، بس يعني برضه حلو كلام ليه؟ مخزن طاقه. طب هل هي بتتحرك؟ لا، ما بتتحركش. طب الانرجي اللي انا عملتها والورك راح في صوره ايه؟ بوتنشال متخزن جواها، بدليل لو سبتها هوب هتقع. هتقول لي هتقع بسبب الجرافيتي. ايوه، بس انت عملت مجهود عشان ترفعها عكس الجاذبيه، فالمجهود والطاقه دي راحت فين؟ تخزنت جواك. وعلى فكره ده اللي بيحصل معاك لما تطلع على ارتفاعات كبيره. ده اللي بيحصل معاك، خليني اوديها كده عشان ما تكونش جايه في الكاميرا. ده اللي بيحصل معاك لما بتطلع على ارتفاعات كبيره جدا جدا جدا. فاذا يقول لك دي طاقه الجسم وهو ثابت مكانه مش بيتحرك. حلو، بس بيبقى موجود، ركز في الجمله دي، على ارتفاع فوق الارض. لازم يبقى موجود على هايت. فلما بيرتفع عن سطح الارض بيخزن جواه انرجي في صوره بوتنشال. يعني لو انت ثبتت التكييف، ادي اوضه وادي التكييف هنا مثبته فوق، فاذا ده سطح الارض اهو مثلا في الدور الارضي، والتكييف موجود على ارتفاع، فاذا يكون عنده بوتنشال انرجي. او زي الزرع اللي احنا قلناه، او زي التفاحه اللي متعلقه في شجره. اي حاجه موجوده على ارتفاع عن سطح الارض يبقى عندها بوتنشال انرجي اهو. او زي الواد ده، انت عندك فيه تقل اهو، ماس، تمام، رفعناه على ارتفاع، يبقى الطاقه اللي متخزنه هنا بتبقى ايه؟ بوتنشال انرجي. عشان كده هنا يقول لك انرجي ستورد مش جيند، لان الجسم ما بيتحركش، متخزنه بسبب ان هو كان على الارض ثم ارتفع فوق. هذه الانرجي بقى بتساوي MGH. يعني ايه؟ يعني لو قلنا ان الوزن اللي بيترفع ده 100 كيلو جرام،
هترفعه عكس الجاذبيه، وليكن جاذبيه الارض مثلا 10 متر بير سكند سكوير بالتقريب، ورفعناها على ارتفاع يا عزيزي 2 متر، الهايت اللي ارتفعنا. يقول لك بقى البوتنشال انرجي اللي عند الايه اللي اتخزنت هنا هتساوي ام جي اتش. الماس بتاعتك هي ال 100 اللي انت رفعتها، الجاذبيه بتاعت الكوكب اللي انت عليه اللي هي 10، الهايت اللي انت رفعتها عليه بتساوي 2، فتطلع 2000 جولز. تخزن جواها 2000 جولز. وطبعا خد بالك انك يا عزيزي كل ما زادت الماس كل ما هتبذل مجهود اكتر فهتخزن جواها طاقه اعلى. كل ما الكوكب جاذبيته زادت اكيد هيجبرك انك تعمل مجهود اكبر. كل ما رفعت على ارتفاع اعلى هتعمل مجهود اكبر. كلام جميل. وهي جايه على فكره من قانون الورك، ما هو الورك بيساوي اف في دي. الاف هنا قوه، والقوه هنا عباره عن ايه؟ وزن الحاجه بتاعتك. فوزن الحاجه بتاعتك ده ام جي لسه واخدينها في الدي، فعشان كده جه القانون ده ولسه الاستنتاج ده هناخده بيه. يعني اذا الكاينيتيك تهتم بدراسه الجسم اللي عنده حركه، بينما البوتنشال يهتم بدراسه الجسم اللي متخزن جواه طاقه بسبب انه مرتفع عن الارض. ودي بيبقى نوع من الانرجي اسمه جرافيتيشنال بوتنشال انرجي، لان في انواع تانية هناخدها. في بقى ابوهم بقى هو الميكانيكال. هو حاصل جمع الاثنين. ازاي يعني؟ لان ممكن يحصل حاجه. القلم ممكن اروح عامل ايه؟ راميه كده يبقى عنده كاينيتيك. كلام جميل. وممكن ارفعه كده يبقى عنده بوتنشال. وممكن بقى اعمل ايه بالقلم؟ اروح اعمل كده. بص ايه اللي يحصل؟ بيتحرك وبيرتفع على ارتفاع وبيتحرك، يبقى عنده الاثنين. طب لما يبقى عنده الاثنين اوصف ده بايه؟ اوصفه بحاجه اسمها ميكانيكال انرجي. ده بيحصل لما الجسم يبقى عنده كاينيتيك وبوتنشال. خد بالك، فيبقى الميكانيكال مجموع البوتنشال والكاينيتيك. وعايز اقول لك على حاجه جميله قوي، اصلا البوتنشال والكاينيتيك عكس بعض. لا اثبت ده. حاضر. لو دي الارض اهي، الراجل بيقول لك ايه؟ لو دي الارض، خلينا نروح كده عند بس وشيرز. انا لو جاي من فوق كده، هل انا لو انا بقع من فوق عندي سرعه؟ لا، بتبقى الانيشال فيلوسيتي بزيرو، لسه ما تشدتش الارض. فالفيلوسيتي بتبقى مرتبطه بطاقه الحركه الكاينيتيك، فبتبقى الكاينيتيك صفر. بس لما بتبقى فوق بتبقى انت على ارتفاع كبير قوي، فبيبقى عندك حاجه اسمها ام جي اتش بوتنشال. طبعا الارقام دي والحسبه دي هناخدها. فبتكون الطاقه كلها بوتنشال. كل ما تنزل كل ما الهايت بيقل فالبوتنشال بيقل، بس في المقابل كل ما بتنزل سرعتك بتزيد لان الجاذبيه بتشدك، فالكاينيتيك بيزيد. فاللي بينقص من البوتنشال بيزيد في الكاينيتيك. يعني هنا كنا 1000 والكاينيتيك مفيش، نزلنا شويه فبقينا 750، طب نقص 250 راحوا كاينيتيك. نزلنا شويه بقينا 500، طب نقص 500 من ال1000 راحوا كاينيتيك. نزلنا بقينا 250 نقص 750 من 1000 راحوا كاينيتيك. نزلنا بقت صفر، بقى كل البوتنشال راح كاينيتيك لان ما بقينا على سطح الارض على طول. بقيت على سطح الارض مفيش هايت. كلام جميل حلو. واصبحت الانرجي كلها كاينيتيك. ولكن يلاحظ يا صديقي حاجه غريبه قوي، لاحظتها معايا؟ ان دايما الميكانيكال انرجي طلعت ايه يا جماعه؟ ثابته. يبقى دي قاعده وهناخدها في قانون لوحده اسمه كونزرفيشن لو اوف ميكانيكال انرجي، ان الميكانيكال انرجي نفس الجسم ثابته في نفس المساله، لان اللي بينقص من الكاينيتيك بيروح للبوتنشال واللي بينقص من البوتنشال يروح للكاينيتيك. وتاخد بالك من نقطه مهمه قوي، بما ان الكاينيتيك انرجي بيساوي هاف الماس في الفيلوسيتي اسكوير، وبما ان البوتنشال انرجي بيساوي ام جي اتش يا صديقي، فانا عايز اعرف نقطه مهمه قوي، امتى يبقوا بصفر؟ يبقوا بصفر. فالطالب اللي هو راضع يعني لبن محيز يقول لك ايه؟ لما الماس تبقى بصفر. هو بالعقل كده في الفيزيكس ينفع الماس تبقى بصفر؟ يا تحش دي درجه اعلى من الجحش. معلش احنا وصلنا خلاص، بقينا في اخر الكورس اهو، فخدنا على بعضينا. هو في ماس هتبقى بصفر؟ انت عارف يعني ماس صفر؟ الجسم يختفي. هل ده ممكن عمليا؟ لا. يبقى الكاينيتيك تبقى بصفر لو السرعه بقت بصفر، الجسم ما بيتحركش، فاذا الكاينيتيك يبقى بصفر. منطقي جدا صح؟ طب امتى البوتنشال يبقى بصفر؟ الماس استحاله تبقى بصفر، يعني ده جسم. الجرافيتي ممكن تبقى بصفر في الفضاء، او الهايت يبقى بصفر على سطح الارض، فالبوتنشال تبقى بصفر. عشان كده لما كانت هنا السرعه بصفر الكاينيتيك بقى بصفر. تمام. ولما الهايت بقى بصفر هنا البوتنشال بقى بصفر، بس كل الانرجي راح الكاينيتيك. فاللي ينقص من الكاينيتيك يروح البوتنشال، واللي ينقص من البوتنشال يروح كاينيتيك، لان الاثنين عكس بعض. البوتنشال طاقه السكون، انت على ارتفاع وثابت مكانك. الكاينيتيك طاقه الحركه،
كل ما تتحرك كل ما السكون بتاعك البوتنشال بيقل، وكل ما حركتك تقل كل ما السكون او البوتنشال يزيد، ولكن مجموعهم في الاخر يبقى ميكانيكال. وده اللي هيعرفه لنا الفيديو اللي جاي. تعالى نشوفه ونرجع، يلا بينا. انا كينيتيك انرجي، انا اللي بظهر لما الجسم يجري ويتحرك، وكل ما تجري اسرع طاقتي تزيد. وانا بوتنشال انرجي، طاقة متخزنة في الجسم بسبب مكانه وارتفاعه عن الارض، قاعد مستني اللحظة المناسبة. وانا الكبيرة بتاعتهم، انا الميكانيكال انرجي، انا مجموعهم هما الاتنين، ودايما رقمي ثابت ما بيتغيرش، اللي ينقص من هنا يزيد هنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، خلصنا يا كوكو فيديو قصير لذيذ. هذا الهدف من الفيديو، لا تقلق، ليس الهدف منه الاستعراض ولا عرض القوة ولا ان انا اجيب لك حاجات هاي ليفل خالص، ده سيبهن في خلال السنة. احنا هدفنا من الفيديو ده هو ان احنا نعمل انجكشن كده، حقن بعض المفاهيم جوه عقلك الجميل، ان احنا نزود لك مفاهيمك كده وندي لك فرشة بسيطة لذيذة تخليك واقف على ارض صلبة وانت بتبدا تتقلك المفاهيم في الحصه، فما تبقاش مستغربها، لكن لسه في شغل في الكلام ده، والكلام ده كله هنستفيد فيه باذن الله تعالى. كان معاك دكتور محمد عادل، واتمنى كان الكورس يبقى مفيد ليك ومفيد لطلاب المرحله الثانويه كلها. كلام جميل، ولكن طالب سنه ثالثه المفروض يبقى عارف الكلام ده، الا لو كان مهمل في السنوات اللي فاتت، فاذا يلحق نفسه ومش هياخد منه وقت الكورس، لكن هو مخصص اكتر للبكالوريا وطلاب سنه ثانيه ثانوي، عشان خاطر انه يقدر ان هو يبقى معاه مفاهيم، لانه ما عداش على الفيزيكس في سنه اولى ثانوي. اشوفكم على الف خير، واتمنى يكون فيه افاده، وانا منتظر بقى فيديو كده جميل مهم لطلاب المنصه، لان عندهم حاجه مهمه قوي فيما يخص الكورس التاسيسي ومسابقه قويه جدا. اشوفكم على الف خير، مع السلامه.